السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في نوعية من الفيديوهات اللي أنا باحبها جدًا، لأني باحس إن أنا على طبيعتي جدًا فيها، وباتكلم مع اخواتي، والله أنا باحب نوعية الفيديوهات دي جدًا، وبنعملها تقريبًا كل شهرين أو كل 3 شهور يعني تقريبًا آخر مرة عملتها من 3 شهور، هي فيديوهات Q&A أو question and answer اللي هو سؤال وجواب. وباحب الفيديو ده لعدة أسباب، السبب الأول إن هو بيقرّبني من اخواتي، يعني بادردش مع اخواتي، لو حد عنده سؤال باحب باجاوبه عليه، لو في حاجة أقدر أفيدها باقدّمها، فهو بيقرّبني من إخواتي اللي بيحبوني وباحبهم وباعزّهم والله وهُم كل حاجة حرفيًا، يعني أنتم فعلًا أصدقائي الحقيقيين يا جماعة، أنا ما يعني مش عاوز أقول لهم مش أصدقاء وكده، بس لأ أنتم بجد أنتم أهلي وعيلتي وأصدقائي وكل حاجة والله اللي على القناة دي، فأنا باحبكم جدًا حقيقي والله تمام، فأنا أول حاجة دي حاجة بتقرّبني منكم تمام. طيب تاني حاجة أنا باحب نوعية الفيديوهات دي لأنها مش بتحتاج تحضير، زي فيديوهات الكورسات مثلًا اللي هو أقعد أجيب كتاب واذاكر في الchapter واحط الposition على موقع chess.com والّا حاجة، فالفيديوهات التانية بتاخد وقت، لكن الفيديو ده لأ أنا على طبيعتي. تالت حاجة إن هو بيكون فيديو عفوي، يعني أنا لسه والله العظيم يا جماعة ما قريتش ولا تعليق من الأسئلة أو من التعليقات بتاعة حضراتكم، وهاقرا كل حاجة دلوقتي معاكم بشكل مباشر يعني تمام؟ فأنا باحب جدًا نوعية فيديوهات Q&A أو question and answer، فيالّا بينا بقى من غير مقدمات نبتدي الفيديو، ويالّا بينا بسم الله. طيب تعالَ ناخد السؤال الأول معانا، أنا هاعرض الأسئلة على الشاشة وهاقراها والله لأول مرّة معاكم دلوقتي. طيب الأسئلة يا جماعة بتتاخد من top comment يعني هناخدهم بالترتيب تمام؟ طيب السؤال الأول من عبد الله: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا إسلام أخبارك؟ حبيبي عبد الله ربنا يكرمك، الحمد لله أنا بخير. لو سمحت ممكن تكلمنا أكتر عن البطولات، إزاي نلاقيها ونشترك فيها، وإيه الاحتياجات لدخولها، وإيه العائد منها؟ لو مثلًا وصلت لمركز كويس فيها، ده سؤال مركب، ده كذا سؤال يعني تمام؟ وإزاي نعرف التقييم الدولي، ده رابع سؤال. تمام. ممكن تعمل فيديو يفهمنا القصه دي؟ لا انا اجاوبك عليه، مش مستاهل اعمل فيديو يعني، وشكرا ليك جدا على تعبك، شكرا يا عبد الله ربنا يخليك يا رب، وانت حرفيا احسن واحد انا اعرفه بيقدم محتوى شطرنج، شكرا جدا يا عبد الله والله يا رب دايما يكون عند حسن ظنكم يا رب يا شباب. بالنسبه لي انت افضلهم، في غيرك كتير بس بالنسبه لي انت افضلهم، ربنا يكرمك والله، انا مش افضلهم ولا حاجه يعني، بس يعني دي تفضيلات شخصيه، وانا اشكرك جدا يا عبد الله ربنا يخليك يا رب، وانا فعلا استفدت منك، جزاكم الله خير، جزانا الله خير واياكم امين يا رب. طيب نجاوب على السؤال بتاع عبد الله سؤال. أول حاجة ممكن تكلمنا أكتر عن البطولات، طيب إزاي نلاقيها؟ إزاي تلاقيها في كذا طريقة. الطريقة الأولى في موقع اسمه Chess Result أو بالعربي نتائج الشطرنج. لو أنت دخلت على الموقع ده واخترت مصر هتلاقي كل البطولات الرسمية اللي هي مقيمة من الاتحاد بتنزل عليها. يعني لو انت دلوقتي دخلت على الموقع ده اللي اسمه تشيس ريزلتس او نتائج الشطرنج هتلاقيه جايب لك البطولات اللي هي بتقام مثلا في كل دول العالم، في امريكا في كندا في اوروبا، لا انت اختار مصر، يعني في خانه الدول اختار ايجيبت تمام، هتلاقي كل البطولات المقامه في مصر والمكان بتاعها والشروط بتاعتها وطريقه الاشتراك وكل حاجه. دي اول طريقه تمام، دي اسهل طريقه ودي الطريقه اللي انا بعملها. الطريقه الثانيه انك لو معاك فيس، اظن كلنا معانا فيس، تدخل على موقع الاتحاد المصري للشطرنج، او انا اسف صفحه الاتحاد المصري للشطرنج اسمها كده، اسمها الاتحاد المصري للشطرنج، اعمل عنها سيرش، هتلاقي الاتحاد المصري للشطرنج كل يومين بينزل بطوله، يقول لك بكره في بطوله في الجيزه، في بطوله في المنيا، في بطوله في القاهره، في بطوله تمام. ففي موقع الاتحاد المصري للشطرنج اي بطوله مقيمه هو بينزل اللائحه وبينزل معاها ثمن الاشتراك وبينزل معاها الرقم بتاع الاشتراك تمام. فدي تاني طريقه. الطريقه الثالثه انك تشوف كل محافظه بيكونوا عاملين صفحه كده للشطرنج، يعني مثلا اتحاد الشطرنج اسكندريه او جروب شطرنج اسكندريه، مش عارف صفحه شطرنج القاهره، صفحه شطرنج المنيا تمام، صفحه شطرنج الصعيد تمام، برضه بينزلوا بطولات تمام. الطريقه الرابعه اي اكاديميه شطرنج تعرفها بتلاقيهم دايما بينزلوا بطولات، يعني لو في اكاديميه شطرنج قريبه منك هيكونوا عاملين صفحه بيج بينزلوا عليها لينكات بطولات. الطريقه الخامسه ان في جروبات واتساب بتكون كده زي تجمعات شطرنجيه بينزلوا عليها اخر الاخبار بتاعه الشطرنج تمام. في جروب كمان اسمه شطرنج الصعيد انا مشترك عليه على واتساب، ممكن ابقى اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن لو حد من الصعيد تمام، طبعا مش عنصريه ولكن عشان بننزل فيه بس ايه الناس بتنزل فيه، انا مش ادمن فيه يعني، ولكن الناس اللي هناك بتنزل فيه اي بطوله مثلا في سوهاج في المنيا في اسيوط في الاقصر في الحته الصعيد يعني تمام. بس فدي الطرق اللي انا اعرفها تمام. فده اول سؤال ازاي نلاقيها تمام. وكمان في بطولات بتكون يعني وديه زي بطولات الجامعه مثلا تمام، بطولات عاملاها اكاديميه معينه.
طيب ازاي نشترك فيها؟ اي بطوله بيكون نازل معاها طريقه الاشتراك، بيقول لك ان انت بتشترك، بتدفع مثلا ثمن الاشتراك وتسجل من على الرقم ده، تمام؟ يعني تدفع ثمن الاشتراك مثلا على فودافون كاش او كده، وبيكون سايبين الرقم تبع الاشتراك، تدفع فودافون كاش حسب ثمن البطوله 200 جنيه 300 جنيه. لو بطوله كلاسيك الاسعار بتبقى عاليه شويه، زي بطوله الغردقه كان اشتراكها ب 1200 جنيه، تمام؟ دي كلاسيك 7 ايام اللي كانت في الغردقه دي، المقامه من فتره، تمام؟ ويعني على حسب كل بطوله بتلاقي اللي هو رقم فودافون كاش، وتتواصل مع الشخص على الواتساب وهو بيسجل اسمك، تمام؟ طيب ثالث سؤال، ايه الاحتياجات اللي يدخلها؟ ولا حاجه، اي حد يقدر يشارك في بطوله، اي حد اي حد، مش لازم تكون واخد تقييم دولي، مش لازم، اي حد يقدر يشارك، تمام؟ ايه العائد منها؟ العائد منها ان انت اول حاجه بتحتك بناس، وانا دي نقطه انا افتكرتها جدا جدا جدا، وللاسف دي مخليه مستواي مش بيتطور قوي، رغم ان انا بحل وبذاكر وبلعب، لكن الاحتكاك بالناس على الواقع على البوردات دي ده عامل مهم بالنسبه لي، ده اهم حاجه، بغض النظر عن انك كسبت ولا خسرت ولا، الاحتكاك بالناس، انك تحتك كده بمستويات اعلى، تحتك كده بوسط شطرنجي، تقعد مع ناس مستواها عالي تتكلم معاها وتلعب معاها، ده بالنسبه لي اكبر عائد، تمام؟ انا ما شاركتش غير في بطوله واحده او بطوله ونص، يعني اول بطوله ما كملتهاش، تمام؟ كانت في اسكندريه. تاني بطوله كانت في بني مزار، رحت، الاحتكاك نفسه ده هو اللي كسبته، تمام؟ اتعرفت على ناس سلمت عليها، الوسط الشطرنجي نفسه دي الناس كلها محترمه، تمام؟ بتاخد خبره، بتتعلم الادوار اللي بتلعبها دي بتلزق في دماغك ما بتنساهاش، تمام؟ فده عائد بالنسبه لي كبير جدا جدا. طبعا في عائد مادي، يعني في بطولات بتدي مثلا مين، اول 10 جوائز، المركز الاول مثلا 4000 جنيه، المركز الثاني 3000 وهكذا، دي لو كانت بطوله رابد، بطوله بسيطه. لكن بطولات الكلاسيك زي بطوله الغردقه، المركز الاول كان 50000 جنيه، تمام؟ المركز الثاني كان 40000 جنيه، وطبعا بيكون في كمان جوائز للغير مقيمين لوحدهم، تمام؟ وفي كمان جوائز للاطفال اللي تحت ال 18، وفي كمان جوائز للستات وكبار السن، فبيكون ففي جوائز كويسه جدا، ده لو انت عاوز عائد مادي، ولكن العائد المادي الصراحه غالبا بيكون ضعيف، تمام؟ يعني الا لو انت اشتركت في بطوله كلاسيك يعني فبيكون عائد مادي بتاعها قوي شويه، تمام؟ كمان ثالث حاجه بتستفيد منها، ان انت لما بتلاعب ناس مقيمه دوليا، يعني ايه مقيمه دوليا؟ يعني واخده تقييم الاتحاد الدولي، فانت بتاخد تقييم. حد يقول طب انا اخد التقييم ازاي؟ بتعمل حاجه اسمها الاي دي، الاي دي ده بتخلي الكابتن او الشخص اللي هو بيشترك لك في البطوله تقول له اعمل لي اي دي، فانت بتبعت له البطاقه بتاعتك، بيعمل لك اي دي الاتحاد الدولي بتاع الشطرنج بتاعك، تمام؟ بس فانت بتاخد تقييم، بس لازم تلعب على الاقل 3 تقريبا او 5 مقيمين عشان ينزل لك تقييم دولي، والتقييم الدولي ده مع الوقت وانت كل ما تلعب بيزداد، تمام؟ يعني مثلا لو وصلت مثلا 2200 2300 تقدر تقدم على طلب انك تاخد لقب اف ام، تمام؟ او سي ام، لو فزت على ناس تقريبا، وليها حكايه كده بس انا ما عنديش خلفيه عنها قوي، ولكن بتاخد تقييم، التقييم زي موقع تشيس دوت كوم، زي موقع ليتشيس، ولكن بيكون تقييم حقيقي، تمام؟ اسمه فيدي ريتنج. فده الفايده منها، فايده الاحتكاك، فايده ان في عائد مادي لو كسبت، فايده انك بتتعرف على ناس جديده، فايده انك بتاخد تقييم، تمام؟ بس فدي الاجابه على سؤال عبد الله. شكرا لعبد الله. تعالوا ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال الثاني من استاذ محمد، بيقول يا دكتور ليش ما تكمل كورس الانماط الشطرنجيه اللي هو من كتاب تشيس باترن ريكوجنيشن؟ انت بنفسك بتعترف ان هو افضل كورس، ده حقيقه، ده افضل كورس عندي، يعني انا بالنسبه لي لو انا هختار افضل كورس من الكورسات كلها اللي عندي هقول لك كورس الانماط الشطرنجيه، تمام؟ طب ليه ما كملتوش؟ هكمله، هو 40 نمط، احنا شرحنا تقريبا 7 منهم ولا 8، شرحنا 7 او 8، يعني تقريبا خلصنا ربع الكتاب، تمام؟ لكن ليه مش بكمله؟ لان يا جماعه لما بنزل مش بلاقي اقبال الصراحه، يعني انا بحس باحباط. يعني بصوا يا جماعه هقول لكم حاجه، اللي بيحدد انا هكمل الكورس الفلاني ولا الكورس العلاني هو انتوا. يعني مثلا انا نزلت فيديو من كورس مثلا بامب اب يور ريتنج كده، بارفع تقييمك في الشطرنج، لقيت مثلا ان الكورس او الفيديو ما جاب مثلا 100 لايك ولا 200 لايك بالعافيه، والمشاهدات 1000 ولا 1000 ونص بالعافيه، ده معناه ان الناس مش مهتمه. طب انزل مثلا فيديو من كتاب تاني هو كتاب نقار الخشب، لا ده لاقي الفيديو لا ده جايب مشاهدات عاليه والفيديو جايب 5000 مشاهده والناس عامله لايك، ده معناه ان الناس مهتمه اكتر بالكورس التاني. فانا نفسيا يعني سيكولوجيا هتشجع اكمل انهي كورس؟ اكيد هتشجع اكمل الكورس اللي الناس بتقبل عليه، تمام؟ لكن كورس الانماط الشطرنجيه الاقبال عليه ضعيف، يعني مثلا تقريبا اخر فيديو جاب 2000 بالعافيه، يعني 2000 مشاهده، والناس حتى مش راضيه تعمل لايك. فانا مش بقول ان مش هكمله، ولكن سيكولوجيا انا بنجذب اكتر ان انا اركز اكتر على الكورسات اللي الناس بتهتم بيها، زي كتاب نقار الخشب الناس مؤخرا مهتمه بيه، تمام؟ فانا مهتم ان انا اكمله. سلسله شطرنج في السريع ان انا بلعب فيها ضد مستويات مختلفه، الناس مهتمه فاهمين الفكره؟ فهو الفكره كلها إن العامل النفسي، ان انا اكيد يعني الفيديو مثلا، اقل فيديو من فيديوهات الكورسات يا جماعه بتاخد مثلا والله 5 6 ساعات من تحضير، من تجهيز، احط البوزيشن على الانجن، تمام؟ واحلله واذاكر الكلام، فاهمين الفكره؟ وبعد كده اصوره واعمل له مونتاج، وفي الاخر يعني انزله الاقي مثلا اول ساعه 200 مشاهده بالعافيه،
باحس بشيء من الإحباط، اللي هو خلاص فكك من الكتاب ده. فأنا ما فاهمين الفكرة؟ والناس يقولوا طب أنت ما بتكمّلش، طب ما هو المشكلة إن حضراتكم اللي مش ما بالاقيش إقبال أوي على الكورس لمّا بيكمل، فاهمين؟ يعني أول فيديو بيكون عليه إقبال جامد، تاني فيديو بيقل شوية، تالت فيديو، ولكن اكتشفت إن المشكلة مش في الكورس نفسه، إن دي سيكولوجية عند معظم الناس اللي بتتفرج على الكورسات. يعني أنت مثلًا لو دخلت على كورس برمجة، هتلاقي إن أول فيديو في الكورس البرمجة هو أعلى مشاهدات، وده منطقي، تاني فيديو تلاقي النُص بس اللي كمّل، تالت فيديو أقل شوية، رابع فيديو أقل. فأنا فهمت الموضوع ده وقُلت خلاص أنا مش هاهتم أوي بالمشاهدات قد ما هاهتم بالquality بتاعة الفيديو، إن أنا أطلّع حاجة محترمة، ولو من ال10.000 اللي في أول فيديو كمّل 5000 كمّل 4000 كمّل 1000، أنا مكمّل معاهم. فأنا إن شاء الله مكمّل معاهم، هاكمّل الكتاب ما تقلقش يعني، مش ما وقّفتوش ولا حاجة، ولكن بانوّع يعني مش أكتر، دي كل الفكرة، تمام؟ طيب السؤال التاني، وفي يا جماعة كذا سؤال بنفس الفكرة، يعني فأنا هskip الأسئلة دي لأن هاجاوب عليهم دلوقتي إجمالًا. كذا حد يقول لي مثلًا إيه أفضل كورس مستواي 1300، حد يعني بعد شوية هتلاقوا حد كاتب إيه أفضل كورس مستواي 800، إيه أفضل كورس مستوايا كذا، حد كمان كاتب لي سؤال كلّهم نفس الإجابة اللي هاقولها دلوقتي. إيه أفضل، يعني حد يقول لي رتّب لنا الفيديوهات بتاعة القناة أو كورسات القناة على حسب المستوى، وكل دول إجابتهم حاجة واحدة. إيه الإجابة؟ إن أنا عامل فيديو اسمه مرشد القناة. يعني أنت لو دخلت على القناة بتاعتي هتلاقيه متثبت الفيديو، اسمه تتفرج على أنهي كورس. يعني أنا عامل فيديو يا جماعة بتاع تلت ساعة كده، مرتب لك الكورسات كلها بتاعة القناة حسب المستوى بتاعك، تمام؟ فأنت ادخلوا كلكم يا جماعة شوفوا الفيديو ده، أنتوا حضراتكم مش داخلين حتى على القناة تشوفوا إيه الفيديو، تمام؟ فأنا عامل فيديو يا جماعة والله اسمه مرشد القناة، فيديو تقريبا ربع ساعة أو تلت ساعة مرتب لكم كل الكورسات حسب مستواك. بس خلاص، فأنا مش هاجاوب على أي سؤال من النوعية دي تاني. طبعا مش قصدي حاجة، لكن أقصد خلاص أنا جاوبت عليهم إجمالا دلوقتي على إسلام، تمام؟ تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده من كراف، تمام؟ بيقول أنا مبتدئ واتعلمت منك كل حاجة وأنت اللي دخلتني العالم الرائع. شكرا يا كراف، ربنا يخليك يا رب، الحمد لله. كل الشكر والامتنان ليك، ربنا يكرمك يا رب، تسلم. أنا بلعب بس للأسف اتعلمت كل الأساسيات تقريبا، كل حاجة اتفرج على أجيام رابد وبتعلمها، وشفت كورس النهايات الرائع، ولكن برضه وأنا ألعب مش بقدر إني أكسب بسهولة. حلو، ممتاز جدا. بخسر وبحلل الادوار ولكن مش بستفاد. ممكن حضرتك تقول لي طريقه اتعلم من اخطائي واتطور بسرعه لو تكرمت؟ هقول لك يا كراف جمله واحده وحطها حلقه في ودنك: trust the process. اقسم بالله هي دي الاجابه. يعني بص، خير الكلام ما قل ودل. فالاجابه بتقول trust the process. يعني انا كابتن ادهم فوزي، فلان اللي تقييمه 1000، ماجنس كارلسن، بوبي فيشر مروا بنفس الوقت ده. طب امال ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده وبين ده؟ ان ده استمر في التعليم، ده استمر في التحليل، ده استمر في المذاكره، وده فقد الامل وانقطع. يعني انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك ان انت ماشي على التراك الصح. انك بتعمل ايه؟ بتلعب، بتقع يعني بتخطئ، بتتعلم من اخطائك، بتلعب، بتخطئ تاني، بتتعلم من اخطائك، بتلعب، بتخطئ تالت، بتخطئ عاشر، بتخطئ 1000. امال طب انا اعمل ايه؟ طيب تراست ذا بروسيس. يعني ايه؟ ثق في العمليه. عمليه ايه؟ عمليه انك بتتعلم وبتسمع بس، مالكش دعوه. ثق في كلامي والله العظيم، وانا بقول انا عارف اقول لك ايه. هو كلها مساله وقت، كلها مساله وقت، وهتلاحظ التغير. ممكن مثلا، يعني انت ما اعرفش انت يعني ليك قد ايه بتلعب شطرنج، لكن ممكن يكون مثلا ليك شهر اتنين. في ناس بتقعد سنتين عشان توصل مستوى 1000 على تشيز دوت كوم، سنتين وثلاثه، وده مش معدل كبير يعني، اللي هو مش بضرب بيهم المثل، لا ده عادي جدا، تمام؟ ده هل ده معناه ان هم مش بيفهموا؟ لا خالص. ايه الفكره؟ الفكره بس ان هم البروسيس عندهم بطيئه شويه، تمام؟ في ناس ممكن توصل 1000 دي في كام شهر عادي خالص. ما تقارنش نفسك بحد، فقط ثق في العمليه. حل بازلز كتير جدا، يعني نصيحتي برضو انك تحل بازلز، تمام؟ عندي فيديو كمان على القناه تحل منين بازلز، تمام؟ مصادر مجانيه انك تحل منها بازلز، تمام؟ اتفرج على كورسات بازلز، زي كورس تاكتكس عندنا، في كورس نقار الخشب، وكمل زي ما انت يعني. اسمع كورسات، ذاكر، العب، حل ادوار، حلل ادوارك بس. يعني بازلز، العب وحلل ادوارك وذاكر. الهرم ده، ثق في العمليه دي ومالكش دعوه، تمام؟ اهم حاجه بس انك تتاكد بنسبه مليون في الميه ان العمليه دي بس بتحتاج وقت، مش من يوم وليله هتعرف تكسب بسهوله او هتعرف تدي كشمات. فقط تراست ذا بروسيس. ممكن العمليه تكون ممله، تكون طويله شويه، ولكن بس ثق في العمليه. يعني دي والله العظيم دي اثمن نصيحه. يعني انا لو حد كان قالها لي من البدايه والله يعني كان نفسي حد يقول لك الكلمه دي وخلاص، وانا في وقتك ده، تمام؟ بس كده. السؤال اللي بعده من أسامة، أتمنى ترد. بارك الله فيك حبيبي أسامة، ربنا يكرمك، أمين يا رب وإياكم يا رب. بارك الله فيك على جهودك، أمين يا رب يا رب. في التعليم والله مستواي زاد إلى 1000 بسم الله ما شاء الله في الشطرنج بسبب تعليمك. والله أسامة ما عندوش سؤال، ولكن راجل حابب يشكرنا، فشكرا جزيلا يا أسامة، شكرا جدا جدا والله. التعليقات دي يا جماعة هي اللي بتفرحني والله، هي اللي بتخليني بتديني دفعة إن أنا
اكمل. والله العظيم يا جماعه مش اي حاجه تاني يعني. فشكرا جدا جدا لاي انسان بيكتب لنا تعليق ايجابي، شكرا لاي انسان بيظهر شكره وامتنانه بشكل كويس. والله يعني اشكرك جدا يا اسامه، وشكرا لاي حد متابعنا، وشكرا لحضراتكم كلكم، بنحبكم جدا والله يا جماعه. السؤال اللي بعده من عبد الله، ممكن تعمل، مش هتعمل لنا افتتاحيه بالاسود بقى؟ ويا ريت الاليخن زائد بحبك يا عم خد قلب. حبيبي يا عبد الله ربنا يخليك، حبك الله يا عبد الله تسلم. هعمل افتتاحيه بالاسود ولكن اليخن يا جماعه مش حابب اعمله، مش هو اللي حابب اعمله بالاسود. ليه؟ مش اقوى حاجه على الهاي ليفل الصراحه. يعني هل عمرك مثلا شفت في بطوله كلاسيك حد لعب اليخن؟ ما اظنش. كان بيتلعب زمان ايام فيشر والكلام ده، لكن مع ظهور الانجن اتضح ان في لاينات كتيره بتخلي الاسود فرص مكسبه قليله قوي بالاليخن الصراحه. هو حلو في البريدز، حلو في الرابد اونلاين، لكن انك تلعب فيه كلاسيك واعمل له كورس وكده مش عارف. يعني هو ممكن يكون ايه، سلاح قوي في البليدز والرابد والبوليت اونلاين، لكن انا العب بيه مثلا جراند ماستر، العب بيه اف ام، العب فيه حد تقييمه فوق ال 2000 دولي، فرصي في المكسب لو هو مذاكر الرد عليه كويس بتكون صعبه. طيب امال ايه الافتتاح اللي انا هعمله بالاسود؟ ان شاء الله ناوي اعمل كورس الصقلي. انا الصقلي اقوى طبعا غني عن التعريف، بيتلعب على الهاي ليفل. الاسود دايما بيكون ليه فرص كبيره جدا في المكسب، وناوي ان شاء الله بحضر كورس قوي جدا بالصقلي تفريع. يعني الابيض عنده 4 ردود او عنده 5 ردود، 4 منهم الاسود افضل، الخامس تعادل. انت تخيل؟ يعني انا بحضر ان شاء الله تفريعه بالصقلي وهعمل لها كورس 4 ردود من الابيض على التفريعه دي، الاسود بيكون وضعه احسن وبيكسب لو عرف يكمل كويس، والخمسه بتتعادل على الانجن. انت متخيل ايه التفريع ده؟ التفريع ده اللي بيقولوا عليه اي 5، اللي هو اسمه على الانجن اللوينثال فاريشن، او ليه اسم تاني كده في الكتب اسمه الكلاشنكوف فاريشن. ده بيلعبوا مين؟ بيلعبوا كابتن ادهم فوزي اللي هزم بيه ايان بومنشي لو انتوا عارفين القصه دي. مين كمان؟ كابتن سالم عبد الرحمن الاماراتي جراند ماستر، تمام، هزم ماجنس كارلسن بيه، تمام، الكلاشينكوف. فهو تفريع الصراحه بالصقلي جامد جدا جدا. انا حرقت لكم بقى اهو، بس يلا اي خدمه. طب هتنزله امتى؟ لسه انا بجهز فيه، يعني محمل كتابين 3 كده وبجهز البوزيشنز وبذاكر فيه حاليا، وان شاء الله ناوي ابدا فيه لما نوصل 100,000. فلو انت مش عامل سبسكرايب، مش عامل اشتراك، اعمل اشتراك بقى، وصلنا 100,000. اول ما نوصل 100,000 بالظبط هتلاقيني نزلت اول فيديو من كورس الصقلي، تمام. فيلا بينا كده اعملوا سبسكرايب، وان شاء الله الكورس يبقى قوي جدا 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 ويبقى فريد من نوعه ان شاء الله. السؤال اللي بعده من استاذ علي حسن، شلون تنظم وقتك بين الكلية والدراسة والتصوير لقناتك؟ وهل القناة أثرت على مستواك الدراسي؟ تحياتي إلك متابعيك من العراق. شكرا أستاذ علي ربنا يخليك، وأهلا بأهل العراق. بالمناسبة يا جماعة أقول لكم على حاجة، عارفين إحصائيات اليوتيوب دي؟ لما بعمل إحصائيات اليوتيوب اللي هو بشوف مين أكتر الناس اللي بتتفرج علينا، فلقيت إن طبعا مصر، أكيد أنا مصري يعني، فأكيد أكتر ناس بتتفرج مصر. بعد مصر تخيل مين؟ العراق. يعني دول تاني أكتر جمهور يتفرج علينا، ثالثهم السعودية. فحابب أشكر أهل العراق وأهل السعودية وكل الوطن العربي يا جماعه. انا والله يعني المحتوى ده اصلا انا عملت لان حسيت ان في افتقار في المحتوى الشطرنجي في الوطن العربي، فانا حبيت اضيف بصمتي لاخواتي في الوطن العربي كله، مصر والسعوديه والعراق والمغرب وكل الدول. والله مش حابب بس اذكر يعني عشان ما اكونش نسيت حد يعني. فاهلا بيك واهلا باهل العراق الطيبين يعني. شكرا ليك جدا استاذ علي، وشكرا لاهل السعوديه والاهل المغرب والاهل تونس والجزائر وكل الناس اللي بتتابعنا والله، والاهل السودان، ناس كتير من السودان بحبهم برضه وبيتابعوني واخواتي. طيب السؤال، ازاي بنظم وقتي بين الكليه والدراسه؟ ما هي الكليه هي الكليه، ما هي الدراسه يعني، تمام، والتصوير لقناتك. طيب ده سؤال مهم. بص عشان نكون واقعيين، انا هضحك عليك لو قلت لك ان انا بعرف 100% هنا و100% هنا، لا. انا طالما اخترت ان انا هعمل محتوى على اليوتيوب وهتم بالشطرنج، فانا لازم هاجي شويه على الدراسه، لازم يعني، فاهم؟ فما فيش معادله سحريه يعني، الا بقى لو انت استنسخت نسختين من نفسك، تمام، نسخه بقى تذاكر ونسخه تعمل محتوى. مفيش معادله سحريه هقول لك عليها هتخليك بيرفكت في الاثنين. ولكن هقول لك ان المعادله ببساطه بتتظبط ازاي. ان انت لما تيجي تشوف انت بتضيع يومك في ايه، هتلاقي ان انت بتضيع يومك، تمام، جزء في الكليه والدراسه، جزء تاني هتلاقي ان انت بتضيعه من غير حاجه، من غير هدف. يعني بتقعد كده مثلا ساعه ساعتين بتقلب في الفيسبوك ولا التيك توك ولا حاجه، تقعد ساعه ساعتين كده ايه، مش عارف تعمل ايه، تمام، بتقعد، فتلاقي كده مع الوقت ساعه ساعتين تلاقي نفسك بتضيعهم في المواصلات، تمام. فلما تيجي تبص للحسبه هتلاقي ان الدراسه بتاخد قد ايه من وقتك؟ ساعتين، 3، 6 ساعات يا عم، 10 ساعات. اليوم 24 ساعه، تمام. احنا بننام 6 ساعات، بننام 8 ساعات، يعني قول معاك 16 ساعه في الاخر، تمام. ال 16 ساعه دول يعني هل كلهم دراسه؟ ما اظنش، تمام. يعني ايه اللي انت عاوز تقوله؟ اللي عاوز اقوله ان الوقت معاك، الوقت عندك انك تقدر تعمل ده وتقدر تعمل ده، بس الفكره ان في حاجات تانية بتقتطع من الوقت بتاعك وانت مش واخد بالك منها، تمام. وغالبا بنسبه 90% الحاجات دي هي السوشيال ميديا.
التيك توك، الفيسبوك، الريلز، الحاجات دي كلها، تمام. فانت بقى تتخلى عن الرفاهيات اللي ملهاش لازمه، اللي بتخليك شخص مستهلك، وتحاول تركز في حاجه انت بتحبها، تمام. هديك تب صغيره او نصيحه صغيره بعملها: قبل ما تنام خطط ليومك بكره. ودي نصيحه مهمه جدا جدا، يعني الكلام ده قريته في كتب كتير، وناس كتير جدا من الناس اللي هم الرواد في العالم والسي اي اوز بيعملوها. اللي هو ايه؟ ان انت قبل ما تنام اكتب هتعمل ايه بكره. يعني مثلا انا قبل ما انام هكتب انا بكره ان شاء الله هروح الكليه، بعد ما اجي الكليه انا تمام، او مش لازم ترتبهم بالوقت، يعني انا هكتب الحاجات اللي عاوز اعملها: ان انا ورايا سيكشن او ورايا محاضره وهذاكرها، عاوز اصور فيديو شطرنج في السريع، وعاوز اعمل مونتاج مثلا لفيديو كنت مصوره امبارح، ومثلا هحفظ مثلا 10 صفحات من القران مثلا، يعني تمام. او مثلا هروح العب ماتش كوره مع اصحابي، هعمل تمام. المهم انت حسب يومك قبل ما تنام ورقه صغيره كده اكتب فيها الحاجات اللي انت عاوز تعملها. ليه؟ عشان عقلك يكون تاني يوم مهيئ انه يدخل في المهام على طول، ما يفضلش يضيع وقته. والله هو انا هعمل ايه النهارده؟ طب انا اعمل كذا ولا فاهم؟ فانت بتلاقي نفسك ان في شيء من التراخي، تمام. فهو من الاخر الوقت موجود، ومش معنى ان الوقت موجود برضو ان انا هبقى بيرفكت في الاثنين، لا، انا لازم اجي شويه على حساب الكليه طالما هعمل محتوى، وهاجي شويه على المحتوى في اوقات الامتحانات. فانا لازم برضو، انا مش سوبرمان، برضو هعرف اعمل الاثنين، تمام. فاهم حاجه هقولها لك: ان انت تقتطع او تفكك من الاوقات الفراغ اللي انت بتضيعها هباء منثورا، زي مثلا انت تفضل تقلب على السوشيال ميديا وخلاص، تفضل تتفرج على التلفزيون، تمام، تخرج كده في الشارع تتمشى تمام. وحاول تنظم يومك من قبل ما تنام. دول اهم نصيحتين بعد تجارب وبعد سنين كتير الصراحه، يعني تمام، من المحاوله ان انا اظبط يومي. دول اهم نصيحتين احب اقولهم لك بس يعني. طيب السؤال اللي بعده من باسل بيقول: انا عارف ان المفروض الاسئله تكون عنك، عادي، لا اي سؤال عندك على فكره، يعني اي سؤال عني مش عني، عن اي حاجه اتفضل اسال، وانا قاعد بدردش مع اخواتي يعني والله، تمام. طيب انا عندي سؤال، والشخص الوحيد اللي بحب اسمع وجهه نظره واجابته هو انت. شكرا يا باسل، ربنا يخليك يا رب حبيبي. انا طالب في الجامعه، تمام، فاضل لي سنه واتخرج، كويس جدا، بس من اول يوم دخلت التخصص ده وانا حاسس ان انا في المكان الغلط. وايه اللي فيها؟ يعني انت ايه يعني معلش كده، هل حد قال لك ان بعد ما نخلص الجامعه هنموت؟ يعني طبعا الحياه طبعا قضاء وقدر، ودي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، يعني تمام. بس يعني ايه يعني؟ هو انت طالما دخلت الجامعه دي نهايه العالم؟ مش فاهم يعني. طب اقول لك على حاجه يا عم، انا مش بحب الطب، تمام. انا يعني مش معناها بكرهه، لكن انا ما دخلتش الطب حبا فيه، تمام. انا دخلت الطب فيه الصراحه زي معظم الناس اللي بتجيب مجموع عالي استخسارا في المجموع، تمام. لان انا اصلا كان شغفي الحقيقي كان في الفضاء، كنت دايما نفسي ادخل كليه علوم الفلك، تمام. كنت بحب جدا الفضاء والنجوم والثقوب السوداء والمكوكات الفضائيه والمريخ، كنت دايما بقرا في الحاجات دي. ده كان شغفي الحقيقي قبل ما ادخل طب بشري، لكن ما دخلتش طب حبا فيها، تمام. طيب بس من اول يوم دخلت التخصص وحاسس ان في المكان الغلط. عادي جدا، التخصص اقل بكتير من قدراتي ومن تفكيري. انا ما اعرفش ايه تخصصك، بس حتى لو اقل يعني يعني بص، في مقولة دايما كان بيقولها بيل جيتس، ان طالما مش عارف بيل جيتس ولا ايلون ماسك يعني، بس اظن بيل جيتس، ان طالما حد تاني عمل حاجة معينة فانت كمان تقدر تعملها. كلام بديهي جدا، لكن تأثيره كبير جدا. يعني فلان مثلا عمل حاجة، طب انا اقدر اعملها برضه، يعني ما هو انا اقدر اعملها، ما هو انسان وانا انسان. هو يا عم توفرت له الظروف، طب ما انت تحاول توفر الظروف دي، تشتغل على ده، تمام. فهي مقولة من عبيطة، بس بالنسبة لي الصراحة كان لها تأثير كبير جدا في حياتي، ان طالما حد تاني عمل حاجة معينة طب انا كمان اقدر اعملها، تمام. اوعى تحط لنفسك ليميتس، او تحط لنفسك حدود معينه، اللي هو لا ده الحاجه دي اكبر من قدراتي. يا عم تعالى نفترض مش اكبر من قدراتك، ان انت مش حاببها، فانت مش بتتعب فيها، فانت مش شايف نفسك ناجح فيها، فانت حكمت عليها انها اكبر من قدراتك، لكن هي في الحقيقه مش كده. هي في الحقيقه ممكن تكون عادي، انت زيك زي اي حد تاني بيذاكر وبيفهم وبيرتب، مفيش مشكله. لكن الفكره ان انت مش حابب الحاجه دي، فانت مش بتتعب فيها، مش بتديها وقتك، فانت الحاجه دي استصعبتها. فاهم الفرق بين الحالتين؟ حاولت اغير التخصص كذا مره بس ما كانش عندي خيار. مش لازم تغير التخصص، انت ذاكر او اعمل الحاجه اللي انت بتحبها جنب التخصص ده، والتخصص ده عديه وخلاص. انت فاهم الفكره؟ يعني عدي الحاجه دي وخلاص، عشان بس زي ما بيقولوا كده بالبلدي في الاخر يكون معاك شهاده، تمام. يا عم انت فاضل لك سنه، عديها بالطول وبالعرض، عديها بمقبول بجيد جدا بقى، عديها بجيد، عديها باي، بس فاهم، بس عديها، وركز انك تشتغل على الحاجه اللي انت فعلا بتحبها، التخصص اللي انت بتحبه. يا عم ممكن ده ما يكونش تخصص في الكليه اصلا، ممكن تكون هوايه معينه، شطرنج مثلا، تمام. سيبك من الشطرنج، اي حاجه في الحياه، برمجه، رسم، لغه، اي حاجه، ركز على الحاجه اللي انت بتعملها، اقرا فيها اكتر، شوف الناس الناجحه فيها مشيت ازاي واسمع لهم،
يعني ما تسمعش لحد ما نجحش في الحاجه اللي انت بتحبها، يعني ما تروحش مثلا لحد فاهم، لا شوف الناس اللي ناجحه في حاجه معينه نجحت ازاي، وامشي على المسار بتاعهم او اتعلم منهم، وكمل في الحاجه اللي انت بتحبها بجانب الدراسه اللي انت مش حاببها. والدراسه اللي انت مش بتحبها دي مشي الدنيا فيها، ذاكر لك يا عم نص ساعه حتى في اليوم، بس مشي الدنيا حتى لو بمقبول. انت فاهم الفكره؟ وحاسس اني ضيعت نفسي في حاجه مش بتعبر عني يا عم، عادي والله ما فيش حاجه اسمها كده. بص يعني هقول لك حاجه، ما تعيش دور الضحيه يا باسل، يعني فاهم، ما تعيش اللي هو ايه، يا نهار ابيض ده انا اتحطيت، مش بتريق والله، بس انا بقول لك الحقيقه. بص هريحك، يعني انا والله بقول لك حاجات انا مريت بيها وعارف الخلاصه بتاعتها. يعني بص انا مش برد على سؤال الا لو انا عارف ايه، زي بيقول لك كده بالبلدي الزتونه، تمام؟ فانا بقول لك الزتونه. بص فكك من دور الضحيه، لان محدش هيجي يتعاطف معانا، محدش هيجي يطبطب علينا، هو يا عيني انت ما دخلتش كليه علوم فضاء يا عيني، خلاص يعني ده اسلام دخل طب، تمام؟ محدش هيعمل كده، تمام؟ محدش يجي يطبطب عليك يقول لك ايه ده انت ما دخلتش الحاجه اللي بتعبر عنك. محدش اصلا يا باسل بيفكر في انت حاسس بايه او دخلت ايه، الا يمكن اهلك والفتره وجيزه وخلاص، هم بينشغلوا بقى في امور الحياه ومشاغل الحياه، تمام؟ محدش غير نفسك. فانت لازم تتقبل ان دي حقيقه. ايه هي الحقيقه دي؟ ان احنا مش هيفيدنا بحاجه العيش بدور الضحيه، ان احنا نفضل حابسين نفسنا في الزون بتاعت اللي هو يا عين احنا ما دخلناش، طب اعمل ايه، انا اتحبست وانا دخلت حاجه مش حاببها وضيعت عمري. هيضيع وقتك بالفاضي. يعني انا بسمي الحاجات دي الافكار السلبيه، تمام؟ ايه الافكار السلبيه؟ ان انت تفكر في حاجات، الحاجات دي مش بتساعدك ان انت هتاخد خطوه لقدام. يعني مثلا يعني انا مثلا بفكر في حد مثلا سبته، ايه الاستفاده، ايه الاستفاده؟ ما خلاص، ما هو الشخص ده او الحد ده راح في حاله في حياته، ممكن يكون نساني. ايه الاستفاده من تفكير في حاجه خلاص مش هتفيد في النقطه اللي جايه؟ لازم دايما تفكيرك يكون لقدام. يعني انت فاهم الفرق بين العقليات بتاعت التفكير. في عقليه تفكير حابسه نفسها في الماضي، حابسه نفسها في عقليه الضحيه، وفي عقليه تفكير تانية اللي هو كلمتك فيها من شويه، اللي هو انت بتفكر خلاص انا عندي دي وخلاص، وانا ابدا افكر ايه الحاجه اللي انا بحبها واشتغل عليها وامشي واحد اتنين تلاته وهكذا. انت فاهم ايه الفرق بين العقليتين؟ عقليه بتفكر لقدام، وعقليه حابسه نفسها في الضحيه، حابسه نفسها ان هي صعبان عليها يا عيني نفسها. يا عم ماشي يصعب عليك نفسك وكل حاجه، ولكن خلاص ماذا بعد؟ تمام؟ اتحطينا في الموقف ده يا عم، الواحد خلاص 50 سنه من عمره ضاعت. طيب ماشي، اللي فاضل هل افضل برضه ندمان على ال 50 سنه اللي ضاعوا، ولا ابدا احاول استغل اللي فاضل من العمر؟ فاهم الفكره؟ فاللي شايفه مهم جدا دلوقتي ليك انك تغير من عقليتك اصلا، تمام؟ دي اهم نصيحه والله. السؤال اللي بعده من دكتور نصر الله. اول حاجه قبل ما اقرا السؤال، دكتور نصر الله من الناس المتابعين الجيدين للقناه بتاعتنا، وانا بشكره جدا جدا لانه دايما بيدعمنا بلايك وبيكتب تعليقات لينا في الفيديوهات، فاشكرك جدا يا دكتور نصر الله، ربنا يكرمك يا رب. نقرا السؤال بتاعه، ده تقريبا من اكثر الاسئله اللي جايبه لايكات. طفولتك بثلاث كلمات. سؤال صعب يعني. سؤال صعب. انا لسه بقول ان انا مش عايز اعيش او يعني ما تعيش دور الضحيه، وهو ده مش يعني مش عيش في دور ضحيه والله، ولكن ده فعلا الطفوله اللي عديت بيها، وانا خلاص يعني انا مش حابس نفسي فيها، تمام؟ ولكن اوصف طفولتي بثلاث كلمات، طب اديني فرصه افكر، طب عشان انا قريت السؤال فجاه يعني. مش عارف الكلمات، هم ما لهمش علاقه ببعض، لكن ممكن اقول وحيد، من غير اي تفاصيل، وحيد حرفيا مع نفسي خالص. تاني كلمه تروما. ترومات كتير اتعديت بيها في حياتي وانا صغير، كتير جدا جدا، من اهلي ومن ناس كنت فاكرهم اصحابي ومن كل حد يعني. وكتب، يعني معظم اي حاجه، يعني 90% من الفلاش باك اللي في عقلي وانا صغير كانت عن الكتب، تمام؟ فدي طفولتي في ثلاث كلمات: تروما ووحدي وكتب. ومش زعلان يعني، اللي هو لا مش حابس نفسي في ذكريات، لكن ده كان الواقع يعني، تمام؟ طيب شنو هي افضل ذكرى ببالك؟ افضل ذكرى ببالي، والله بحاول، بس مش فيش حاجه معينه، مش عارف ازاي يعني، فاهم؟ يعني هقول لك مثلا، عاوزني اجاوب لك اجابات كليشيه او اجابات تقليديه، اللي هو لما جبت مثلا مجموع طب بشري، بس الصراحه انا من جوايا ما كنتش فرحان. يعني انا كنت فرحان اني كنت شايف اهلي ووالدي ووالدتي فرحانين بيا وبتاع وعيطوا يعني من الفرحه والحاجات دي، يعني لما جبت مجموع 99.5% في ثانويه عامه. لكن انا من جوايا ما كنتش فرحان عادي، يعني اللي هو عادي، ما كنتش شايف نفسي بطل خارق يعني. طب ليه؟ لان شفت ناس كتير جايبين 99. يعني انا بفرح لما اعمل حاجه مميزه، تمام؟ فمش عارف يعني مش عارف هكون ببالغ ولا لا لو قلت افضل ذكرى ببالي، ولكن مش والله ما فيش حاجه معينه اقول ان هي دي افضل حاجه. مش عارف. بص هي مش افضل ذكرى، لكن اقرب ذكرى او اقرب مره كنت فرحان بيها لما جبت المايك ده. أنا مش عارف، هي حاجه عبيطه الصراحه، لكن هو مفيش حاجه اللي هو فاهمين، معلقه في دماغي جامد يعني، تمام؟
لكن اخر مره كنت فرحان هو لما اشتريت المايك ده، الصراحه كنت فرحان بيه جدا جدا، لان كان نفسي اجيب مايك بروفيشنال للقناه ففرحت جدا لما جبته. دي اخر مره كنت فرحان فيها، او اقرب مره، مش اخر مره يعني اقرب مره. لكن حاجه معينه معلمه في دماغي مش فاكر، لا الصراحه. السؤال اللي بعده من فاطمه حسين بتقول، او حسين بتقول: ايه خططك بعد التخرج؟ يعني دي حاجه المفروض شخصيه قوي يعني، بس ماشي. واذا هتسعى انك تاخد لقب، هل بتفكر تدرب بعد ما تاخد لقب ان شاء الله؟ طيب السؤال الاول: ايه خططك بعد التخرج؟ خططي بعد التخرج ان انا اسعى ان انا امشي بره مصر. انا بحب مصر جدا، ومصر هي امي وكل حاجه، ما عنديش مشكله، بس انا ببحث عن حياه افضل. تمام يعني. فدي خططي بعد التخرج اختصارا يعني، تمام، ان انا اخرج بره مصر. واذا هتسعى انك تاخد لقب، هل بتفكر تدرب بعد ما تاخد لقب ان شاء الله؟ انا بحب جدا اشرح وادرب، ولكن فكره التدريب، انا حاولت مره ادرب لكن حسيت لا، ان انا مش مؤهل، فلغيت الفكره. يعني حسيت ان انا شايف مش مؤهل، وانا بالفعل مش مؤهل كفايه. يعني يا جماعه دايما انا بقول في الفيديوهات بتاعتي ان انا مستواي عادي، مستواي عادي جدا، اقل من العادي كمان. يعني حد يقول لي مثلا: مين؟ انا مستواي اعلى منك، تعالى هلعب دور واهزمك. يا عم انت احسن مني، ايه المشكله؟ انت احسن مني، تمام. يعني انا كل اللي بعمله يا جماعه ان انا بجيب كتاب، وبدل ما اذاكره مع نفسي اذاكره مع الناس قدام الكاميرا بس. ده المحتوى بتاعي. انا مستوايا ايه بقى؟ مستوايا وحش، ده مش معناه ان مستوايا قوي. تمام. يعني انا بجيب كتاب، بحط البوزيشن وبترجم الكلام اللي هو قايله الكاتب وخلاص، بس كده. ده مش معناه ان انا جراند ماستر، ولا معناه ان انا مستواي جامد. يا عم رحت بطوله وخدت 0 من 20، ايه المشكله؟ ما هو حد قالك ان انا احسن حد؟ انا مش احسن حد والله، تمام. ولكن الواحد بيجتهد. يعني انا بسعى ان انا ان شاء الله اخد لقب، ايوه، بسعى ان انا اخد لقب ان شاء الله. هو نفسي ابقى ملقب FM CM IM ان شاء الله، تمام. هل بتفكر تدرب بعد ما تاخد لقب؟ ما اعرفش، دي حاجه في علم الغيب يعني، مش خطه حاططها في بالي. لكن اللي حاطه في بالي ان شاء الله انا مستمر في القناه. انا بحب القناه بتاعتي جدا، قناه الشطرنج، وان شاء الله هكمل فيها، وهكمل دايما شرح كتب فيها. وانا شايف المحتوى اللي بنقدمه محتوى متميز وفريد الحمد لله يعني، تمام. السؤال اللي بعده من شخص مش كاتب اسمه: هل مهنة احتراف الشطرنج تكفي كمصدر دخل أساسي؟ والله على حسب. يعني على حسب، يعني هل أنت مثلا بتستخدم الشطرنج بكذا طريقة؟ يعني بكذا طريقة. يعني أنت مثلا مستواك عالي جدا، فأنت بتدخل بطولة مثلا تاخد 50,000 جنيه منها زي بتاعة الغردقة، أو 40,000 كمركز تاني، فده أول حاجة. تمام. لو أنت بتروح مثلا بطولتين في الشهر ولا حاجة ب100,000، وبس أظن دي ما بتتعملش كتير يعني. ممكن بره مصر تكون في بطولات كتير جدا، تمام، لكن جوه مصر يعني مش عارف، ما اظنش ان في بطولات كتيره الصراحه. وانت راجل متميز جدا وفريد جدا لدرجه انك كل بطوله بتاخدها وبتروح بتاخد مركز عالي فيها وبتاخد فلوس، فانت يبقى ده مصدر دخل كويس. بس ما اظنش ان هو متاح في مصر قوي ان كل يومين في بطوله بالمبالغ الضخمه دي، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه: هل انت بتدرب فاتح اكاديميه؟ تمام. لو انت معاك في اكاديميه زي اكاديميه كابتن احمد عدلي اللي في مدينه نصر، وفتحوا حاليا فرع تاني زي اكاديميه ارينا اللي في اسكندريه، اكاديميه جينيوس تشيس اكاديمي، فده مصدر دخل محترم، تمام. هل انت فاتح على اليوتيوب؟ لو فبرضه مش هيكفي، لان فلوس اليوتيوب ضئيله جدا يا جماعه، تمام. انتوا عارفين في حاجه في اليوتيوب اسمها RPM، اللي هو تقريبا ريفينيو بير مايل تقريبا، اللي هو بالعربي العائد لكل 1000 مشاهده. الطبيعي ان انا لو بعمل فيديو بره مصر، فالعائد لكل 1000 مشاهده بيوصل من $1.50 ل $2. يعني لو فيديو جايب 1000 مشاهده، فانا هاخد $1.50 عليه، اللي هو بكام مصري؟ الدولار ب 50 جنيه، يعني 75 جنيه مصري، تمام. في مصر العائد من كل 1000 مشاهده عندي انا في القناه بتاعتي 40 سنت، يعني مش محصل نص دولار، تمام. يعني لو انا مثلا بنزل فيديو في اليوم، الفيديو ده مثلا وصل 2000 او 3000 مشاهده، ال 3000 مشاهده اضربهم في 40 سنت، هتلاقيهم بكام؟ بدولار و2 من عشرة. يعني كام جنيه في اليوم؟ يعني دولار ب 50 جنيه و2 من عشرة، يعني قول 20 جنيه، يعني 70 جنيه في اليوم. هل 70 جنيه في اليوم دي تاكل عيش؟ لا، تمام. يعني لو انا بنزل فيديو بيجيب 2000 3 مشاهده في اليوم، ده معناها 70 جنيه مصري. لو جاب 10000 مشاهده، قول يعني في 40 سنت، يعني ب 4 دولار، يعني ب 200 جنيه مصري. هل ده ياكل عيش؟ لا، تمام. فهل اليوتيوب لو انت بتلعب شطرنج يعتبر مصدر دخل في الوطن العربي؟ لا. طب هل هو مصدر دخل وحش؟ هو مش وحش، ولكن لوحده مش كافي، ما يفتحش بيت، تمام، ما يكفكش لو انت عاوز، تمام. لكن لو انت بتدرب مثلا فتح اكاديميه، فده مع ده يسد شويه، تمام. فده زائد ده يسد شويه معاك في المصاريف، تمام. فهو يعتبر مصدر دخل كافي لو انت واخد الموضوع بشكل بروفيشنال، ان انت بتدرب مثلا فاتح اكاديميه، بتروح بطولات وبتكسبها، ومستواك عالي، معاك قناه واتنين في اليوتيوب، وهكذا، تمام. بس فدي كل الفكره.
طب السؤال اللي بعده احنا يا جماعه جاوبنا عليه وقلنا خلاص احنا مش هنجاوب على النوعيه دي من الاسئله تاني، لان انا قلت يا جماعه ان انا عامل فيديو عندي. طبعا البراء بيسال عايزين تعمل فيديو تلخيص لجميع الدورات اللي انت منزلها على قناتك وكل الدوره هتفيدنا بايه، وانا عامل لسه قايل من شويه ان انا عامل عندي فيديو على القناه بعنوان ايه اهم بعنوان مرشد القناه، او تتفرج على انهي كورس حسب مستواك، وحط عامل له بن على القناه عندي مثبته. تمام، فانت ادخل شوف الفيديو ده وده لمم لك كل حاجه يعني. تمام، فخلاص احنا جاوبنا على السؤال ده. السؤال اللي بعده من ذا مينا او ثير مينا تقريبا، ما اعرفش الصراحه الاسم، انا اسف. ماشي. لو كان الخيار بين قراءه كتب شطرنج او لعب 20 جيم رابد يوميا والاستفاده منهم، ايهم افضل لتطوير المستوى، التعلم او الممارسه؟ ما ينفعش اقول لك ده او ده، الاثنين، ولكن لو ايهما افضل انك تلعب 5 ادوار وتذاكر. يعني فاهم الفكره؟ يعني خلي المذاكره تاخد الجزء الاكبر. لو لازم اختار يبقى التعلم طبعا، بس التعلم لوحده مش كافي. تمام، زي اللي هو بيذاكر طب بس مش بيشتغل على مرضى، مش بينزل عمليات، مش بيشوف مش بيتدرب عملي، فانت مش هتستفاد حاجه بالكلام النظري اللي بتذاكره. تمام، وبالتالي التعلم لوحده غير كافي، واللعب لوحده طبعا مش هيطورك. تمام، فما ينفعش ده ينفصل عن ده. لكن لو هتقول مين افضل عشان تتطور، طبعا المذاكره والتدرب وحل البازلز. يعني حتى كان الاف ام في دي ماستر تقييمه 2200 دولي، كنت بساله في بطوله المنيا بقول له ايه احسن، قال لي لو انت هتقعد تلعب 20 دور في اليوم ولا تحل بازلز، لا حل مكان ال 20 دور دول بازلز، مستواك هيتطور احسن ما تلعب 20 دور. تمام، والكلام ده مش مني انا، ده نصيحه من اف ام. تمام، فقال لي حل بازلز احسن من تقعد تلعب 20 دور في الساعه ولا الساعتين اللي انت مخصصهم للشطرنج. تمام، وبالتالي لا طبعا حل البازلز والتعلم هو اللي هيطورك اكتر من الممارسه طبعا. تمام. سؤال مرة تانية من فاطمة، أهلا بيكي، عندي سؤال اتفضلي. إذا كان ممكن تعمل لنا فيديو عن متى أحرك الملك، لأني غالبا بخاف أستعمله كمدافع وبلقى نفسي تأخرت في النهايات وحتى وسط الدور دائما أضيع فكرة الملك. طيب بصي يا فاطمة، هو دايما الملك بيتحرك في النهاية، يعني دايما أو لما تكسري الوزراء. تمام، يعني دايما لما تبدأ القطع التقيلة زي الوزراء والأرخاخ تتكسر، تبدأي تقربي بالملك في وسط الدور. طبعا الكلام النظري ده غير كافي، فإن شاء الله في السلسلة بتاعة تعلم الشطرنج من صفر للمبتدئين اللي هي من المدرسه السوفيتيه، لو حضرتك متابعاها، فاحنا هنعمل فيديو كامل عن الموضوع ده. ولكن ببساطه لما الوزير يتكسر او مش لما الوزير يتكسر، يعني لما تبداي تدخلي كده على ايه اند جيم، الملك بيبقى اهم واقوى قطعه. تمام، فتبداي تتحركي بيه وتقربيه من وسط الدور قدر الامكان. تمام. طيب فمش طبعا الكلام النظري ده مش هيفيد قوي، هنبقى نعمل فيديو ان شاء الله عنه. السؤال الثاني، اذا ممكن تعمل سلسله نعرض لك فيها وضعنا ونوريك الكورسات والكورسات. طبعا انا عندي سلسله اسمها الحوار والمعين. تمام، بس كل امورهم كنت بعمل لها الاثنين، الاخطاء عملت رب العزيز على دي. تمام، بس عايز اعمل فيديو الصراحه مش عارف كلمه ما تبقاش مش حاجه ثانيه، وان شاء الله يبقى نفس السلسله. تمام. السؤال الثالث، لو انت سؤال شيء او ام بي تي اي بتاعك زائد كل دي شكرا لفاطمه كده، شكرا جدا. ال اي يعني مش مصطلح صراحه ولا طلب يعني مش حاجه بقعد اقراها واستسلم ولكن انا عملت الدكتوراه سنتين، وعملت سنين، عملت سنه وعملت كم يوم في الاربع مرات بتاع الاي ان تي جي. تمام، الاي ان تي جي. فبس ده اللي انا اعرف عن الموضوع. تمام، المهم يدخل على سنه. طيب السؤال اللي بعده من كل يعني والذي تمام انا اسف. اللي بيسال ويقول how can a person manage money interests without earning it out، اللي هو يعني بالعربي ازاي الانسان يمكن او يمارس الهوايات من غير ما يحس بنفس نفسه او من غير ما يحس بنفسه او ان هو فصل بالمصباح كده. تمام، والإجابة بسيطة جدا، إن الحاجات دي معناها بالماذا وفين فيها، مش ماذا هو يعملها أو يحط على مستوعب. وزي ما قلت لكم كان عنده شروط شخصية، يعني كان باين معناته إن مش عشان أنا تمام بس الاكسبيرينس بتاعتي. تمام، يعني إيه؟ يعني الشطرنج ده ممكن جدا بيحتاج مذاكره كتير قوي، مش هيفيد كل ورا عشان في حته اللي عندي لسه 15% من الشطرنج. تمام، فهو حاجه جدا وحاجه لو الانسان يعني كان بيفهم وبرضه ممارس فكره حاجه صعبه من الفيزياء والكيمياء بس يعني. تمام، ولكن انا ايه اللي اكمل الدرس السنه او انا بحبها ان انا لما بكسر باخد تقريبا مش كده هو انا بس حاجه احس كده ان انا لازم استمتع بالفكره الحاجه دي بحبها. انا مهم جدا يعني
مصنفه ميديكال سكيلز يعني هو اكثر واحد بقدر الاختصاصات 100 واحد ذكر السنه تمام. فهل هو طبعا جدا كثير هذا في العالم تمام. ولكن لما يبدا يعني مش زي كده عشان تجيب درجه عاليه عشان تطلع الوعي زياده عشان مش عاوز لا صبر تبدا تعيش الجو بتاعه فجاه الموضوع مش حاسس انك بتمنع تمام وهكذا. اي حاجه يعني عاوز تذاكرها او تستخدمها لازم كده بعد ما تحبها تمام. زي ما بقول لك كده كانت فكره اللي مش عايز فكره لا انت تكون حبيتها فعلا مش فكره انك بتحبها تمام. حتى لو انت بتدرك فكره انك بتحبها كده بحبها بالفعل تمام. فبالنسبه لي هو ايجابي ورغم كده يجي على وقت بس يحس معاك فلازم تاخد فتره استراحه او لازم تفصل كده تفصل فيها حاجه لازم كده كل اسبوع مش شهر او شهرين عادي عن اخد يوم ولا في السوشيال ميديا ولا ولا ذاكر اخد يوم كده افصل تماما اخرج كده مع اهلي اطلع كده في الشارع اشم الهواء واروح تمام اي حاجه وارجع كاني بشحن الطاقه بتاعتي وارجع وهكذا تمام. فده بالنسبه لي حاجه اللي جنب موضوع البيرن اوت. بس السؤال اللي بعده لما تصور اللي خليك تفتح حد يعني انك مش تتطرق مع او عندك كتير يعني مش حتى فيهم وازاي تتعلم الحته دي في وقتي انك مش عندك الاقل او سايت. طيب السؤال هو ايه اللي انا بثق في حد مش بثق في حد لا انا بصراحه الصراحه يعني الشخص الوسيط اكيد اللي وصفت فيه هو الشخص الطبيعي متجوز وسطه ورغم كده معظم يعني حصل تمام. فبتكون في قدس مش عارف دلوقتي تمام والاسرار والحاجات يعني بقابل عليها ما اعرفش الشخصيه للاسف مش يعني كانش خلاص ثقتي اصلا انا مش واثق في حد. انا مش بجاوب سؤالك لا هو انا مش واثق في اصلا مش فاهم ازاي مش واثق في حد يعني سميها سميها مش مشكله للاسف مش واثق في حد يعني للاسف بجاوب لان انا ما عرفتش مش عالج هو ليه انا واثق في اصلا يعني تمام. طيب السؤال المالك الشيخ بيحب مع له في القرآن الكريم. طيب هو صغير فيها بس تستعرض على الشيخ بتاع الشيخ الصوفي تمام. فانا بطلع الشيخ الصوفي جدا وتعلمت من حمزه فانا شيخ صغير لكن لما شويه الشيخ اللي بسمع حاليا يمكن من ضمن خطوات الشيخ والله ما اسمع يا جماعه خلاص بدات بنسبه كبيره جدا بس سمع يعني بسمع القرآن الكريم من الشيخ وهو على خلاص هو ثلاثه فهو الشيخ الحيدان او الحيدان ما اعرفش تمام. ولكن مش الحيدان الصوت يعني بس يعني حاجه على العالم ده ان شاء الله تمام. صوته جميل جدا بس يعني بسمع الناس يسمعوا واحسن يعني بدات بالفعل مره يعني اغاني صوت بس حتى بدات اسمع صوت جدا الحيدان ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لي هو الشيخ سهلان اللي يبيبي ما اعرفش ولا لا ولكن انا بحب صوته جدا مش صور اسمعه دايما سوريا سرور ولكن انا هو بسمعه جدا يعني حسيت انا خلاص انا بقرا بطريقته يعني حاجه بقرا صوت يعني طريقه الشيخ سهلان اللي يبيبي تمام. بحب جدا بالنسبه لسوريا صورته ليه شويه صور اسمه دايما بحب جدا انا شخص سلمان الحبيبي ليه قاعد يكتب انا بحب صوته جدا او مش يعني فأشار إليه قال طبعا
تالت شيء بحسبها اسمها يوسف الصغير. تمام، دول بالنسبه لي اكتر ثلاثه بحب اسمعهم يوسف الصغير او يوسف الصغير. مش لو صراحه غلط، لكن دول ثلاثه اسمعهم برضه يعني. السؤال اللي بعده من لا هل برضه من التأكد اللي جمعنا على زي هاردوير بس لا ما شاء الله واحد بعد كتير يعني بالعكس معاك مش كده يعني لا والله تخيل يعني مش حاجه واو يعني لدرجه ان انا عارف هاردوير يعني والله يعني عايز اعرف بس نفسي فاهم. فمش شايف صراحه يعني كواليفايد انف ان انا اتعلم على هاردوير بس مع صراحه لما كنت اعدادي ثانوي كان نفسي جدا صراحه الوالد والدي ولكن من الآن أنا مش موجود في على قدها يعني صراحة برضه في بسيطة زي أي يعني يعني حاجة زي برضه يعني صعبة جدا صعبة على أهلي فللأسف يعني كان شيء طبعا ده كان من الأحيان بيبقى في ثانوية عامة إن أنا أروح جامعة الحمد لله يعني. السؤال اللي بعده من كازي بيقول جامعة يعني كيف بدأ أفضل من الجزائر لها الجزائر أحمد حلوة الجزائر بدأت والله أنا لما صغير يمكن أشوف فريق الجزائر الله يرحمه كانت يقول يا رجل شطرنج وكنت كل ما يقول يعني عشان ما شاء الله بيصعب صعب عليك يعني طبعا يعني يعني في صعب عليك يعني علمني يعني يا عم اكتب كده علمني تمام حاول يعلمني مره بس تقريبا مش معايا فانا انا عندي لسه انا اعلمها مع نفسي بس ما كانش في مصاري ما كانش معايا حد كمبيوتر ما كانش معايا العائله صغيره فحاولت معلش تمام فلما تشرب شويه في الثانوي رحت بعدين على الحرب يعني ايه ده مش صغير لا والله لان الاكل كمان والله مش عارف انا بالنسبه لي زي ما حلو دلوقتي تمام فالمهم يعني اتعلمت حركه العب عادي جدا ما اعرفش اي حاجه بصريه يعني ما اعرفش ده يعني ما اعرفش مين بلعب خلاص بحرك حول الشمال وخلاص انت كل حاجه مش بيني بس قطع اكتر تمام يعني كان زمان هو اللي قصه قطع يكسب تمام مش عايز تمام بس والله طلع عشان فرق خلي الجامعه وانا برضه مش اي حاجه لحد 5 سنه يعني حوالي سنتين خلاص خمسه بدات على الايميلات ميتر او اجنبي معلق كده اجنبي تمام يعلق لي في جيم بالخيال حرفيا انا من بعد الجيم ده كل حاجه اتغيرت ميخائيل تالي بيلاعب المدرب بتاعه تمام ميخائيل عمل فريق يعني تقريبا سيد بتاعه ببلاش سيد حصل ببلاش راح الوزير ببلاش انا بس نفسي يصح عندهم كده ايه ده سيد كل حاجه في الاساس الجيم ده من بعدها خلاص لا انا بتعلم ده مش بروفيشنال فبدات احمل كتب يعني اول حاجه فكرت فيها انا احمل كتب هو كتاب من نهايات على جيرلي سيلفان انا ما مش عندي اول كتاب حاول تخش في الشطرنج بدات اتعلم نهايات وبدات اتعلم اول هاي السلم اللي هو معايا زين او في كلمات كنت بحاول ايه ده انا القى حاجه مش عارف يعني لسه حاجه بسيطه تمام وبدات خلاص اعرف النهايات هو الشيء عندي الشطرنج لما كنت سنه ونص او سنتين ايه ده يعني لسه بدات في سنتين تخيل بقى يعني كان انا وصل 2002 او 2050 وانا لسه بدات سنه ونص او سنتين فتخيل لو كانت فيها شويه وعلى فعلا يعني الحمد لله كانت بقى مستوى عالي جدا دلوقتي تمام ولكن لسه واحد عمره قدامه بس زي ما بيقولوا ما يعيش الحقيقيه تمام خلاص الحمد لله الواحد بيجتهد وبيوصل بس يعني هو بس السؤال اللي بعد من مرحله الحكميه السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زي ما ذكرت سؤال الحكام لكلمات وتحيات شكرا طيب في حاجات بتفرج علينا كده انت تعلمك يعني مثلا سلسله مش شطرنج السريع بتتفرج علينا كده وانت بتاكل وتشرب وانت مثلا تمام تتفرج علينا كده ايه فايده انك وانت بتقرا الافكار اللي انا بقول لك اللي انا بلعب اشرح لو كانت هنا هو عندي على فكره يعني كده من عشان كذا فالافكار كلها مع الوقت بتتغذى مع اللاواعي فمع الوقت بتلاقي بتتطور يعني سلسله السرعه مش شطرنج سريع دي مش محتاجه كده كلمه لا تمام طيب سلسله كده كده او اخبارات بحيث نفسك كده مثلا مرات مسافر تمام
سلسله الحمايات سلسله الحمايات مهمه جدا. كل حاجه على فكره بتذكرها بطريقه. سلسله الحمايات ازاي؟ انك تذاكر فريق معين، تمام؟ ولما تلعب في الفريق ده، طب لعبت في الفريق سلسله لا بعد ما تخلص الجيم تشوف سلسله اول نقله وتاني جرد اسمع الفيديو عند في الفريق ده مره ثانيه، يعني تمسك النقله الثالثه بعد ما تخلص تسمع الفيديو شوف النقله تعرف عليه ايه، فتحاول المره الجايه تصلح من ده. مثلا ذاكرت فريق روح تدريب الاسم دخلت في فريق ثاني، خلاص كمل السلسله عشان يشوف المبيعات. بعد ما تخلص السلسله ده تبيع وتغلط في الانتباه ترجع الفيديو من تاني وتشوف الغلطات في النقله وتحاول تفتكر وهكذا. ده بالنسبه للحمايات. بالنسبه للتكتيك في كذا طريقه. الطريقه الاولى اني قبل ما احل التكتيك ده قبل ما اقول لك ان كذا 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 توقف الفيديو وتحاول تحل في مخك بس. طب ايه فايده ده؟ انك بتتدرب على الفيجواليزيشن، على التخيل وعلى الحسابات، وده اهم حاجه في التكتيك، تمام؟ وبعد كده تشغل الفيديو تشوف حلته زيي ولا لا. الطريقه الثانيه انك برضه توقف الفيديو ويكون معاك بورد فيزيكال زي كده، يعني معاك بورد زي كده او معاك بورد زي كده، وتبدا تحط البوزيشن قدامك وتخيل انك في موقف حقيقي، اللعب على الابيض، انا الابيض، وتبدا تحسب على الرقعه، ودي طريقه كويسه جدا برضه، تمام؟ بس فده الاجابه على كل السلسله تذاكرها ازاي يعني، تمام؟ من وجهه نظري طبعا. السؤال اللي بعده من مروان ايبوبلات، تمام؟ مروان ايبوبلات بيقول سؤالي دوما في القناه، تفضل، ما هو التقييم في الشطرنج وكيف اعرف تقييمي وكيف ارفعه؟ اوكي، التقييم في الشطرنج ده حد كده تقريبا عالم رياضه او عالم مش فاكر القصه بالظبط، هو ماثيماتيشن، تمام؟ كان عمل كده طريقه او اسم العالم ده حاجه ايلو، يعني هو اسمه ايلو ELO، تمام؟ عشان كده بيطلق على التقييم في الشطرنج ايلو. فهو عمل طريقه حسابيه لحساب التقييم. يعني ايه؟ قال والله لو انت مثلا انا جبت فلان لعب وفاز 5 ادوار، فاز 5-0، فانا هديه تقييم وهمي. ايه التقييم الوهمي ده؟ 1600 مثلا. ايه الرقم ده؟ رقم وهمي. طب وبعدين والله لو فاز تاني يزيد 100 نقطه، فاز تالت يزيد 50 نقطه، فاز رابع يزيد 20 نقطه، وهكذا. يعني هي ليها معادله، هو عامل معادله، تمام؟ المعادله دي بتكون متظبطه تلقائي على مواقع الشطرنج زي chess.com وليه تشيس والاتحاد الدولي اللي هو الفيدي، تمام؟ لما انت بتفوز على خصم، افرض ان الشخص اللي انا بلعبه ليه تقييم، لو كان تقييمه اعلى مني بكتير، فانا لو فزت عليه فانا باخد نقط عاليه. يعني لو انا فزت مثلا، لو انا 1800 فزت على واحد تقييمه 2000، هروح اخد مثلا لو فزت 30 نقطه. طب لو شخص مثلا تقييمه قدي فانا اكسب مثلا 6 نقط بس، 7 نقط بس، وهكذا. ده كله بيتم حسابه بمعادلات رياضيه عملها واحد اسمه ايلو، وفي الاخر بيبقى ليه رقم اسمه التقييم بتاعي 1500 ايلو، 1520 ايلو، تمام؟ نسبة إلى عالم الرياضة اللي اسمه إيلو اللي عمل المعادلة الحسابية دي، تمام؟ ده تعريف التقييم في الشطرنج. والتقييم زي رمز كده اللي هو مين؟ اللي هو أنت قوتك قد إيه في الشطرنج يعني، تمام؟ طيب كيف أعرف تقييمي؟ العب على موقع chess.com أو العب على موقع ليه تشيس وهيظهر لك التقييم بتاعك، تمام؟ لو أنت عاوز تعرف تقييمك الحقيقي اللي هو اللي على الرقعة، يبقى أنت لازم تشترك في بطولات ويكون معاك ID وتلعب على الأقل 5 مقيمين عشان تاخد تقييم، تمام؟ بناء على انت كسبتهم ولا خسرت منهم فانت بتاخد تقييم ليك، تمام؟ كيف ارفعه؟ انك تذاكر شطرنج وتحل بازلز وتسمع الكورسات اللي عندنا في القناه بس يعني. السؤال اللي بعده من جوست بيقول ان احنا صرنا محترفين في افتتاح جوبافا لندن بسببك. دي حقيقه يا جماعه، يعني لقيت ناس كتير جدا، اكتشفت ناس كتير جدا في مصر حاليا وفي الوطن العربي والله بيلعبوا جوبافا لندن الحمد لله بسبب العبد لله يعني. ومع ان الافتتاح ما كانش مشهور، الناس كلها كانت بتلعب E4 وكانت بتلعب الافتتاحات العاديه المعروفه، الري لوبيز، الايطاليان، الحاجات دي، لكن الحمد لله حاليا في ترند بجوبافا لندن بسبب العبد لله يعني، الحمد لله. بسببك بس نوبات في الاسود خلاص، اتمنى تعطف علينا والله مش موضوع اعطف عليكم ولا حاجه، والله الفكره ان انا عاوز اقدم حاجه محترمه زي ما عملت جوبافا لندن، لان جوبافا لندن كان خد وقت وتحضيرات كتيره قبل ما ابداه يعني، تمام؟ فزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله نوصل 100,000 مشترك وهتلاقوه اقوى كرسي للدفاع الصقلي في العالم كله باذن الله يعني، تمام؟ السؤال اللي بعده من عبده برضه من الناس المحترمه يا جماعه اللي هي بتتابع القناه وبتكتب عندنا تعليقات دايما، فاشكر عبده على حضوره الجميل يعني. عبده بيقول يا دكتور والله انت اكتر شخص بثق في كلامه، شكرا يا عبد ربنا يخليك، ومن اكتر الناس فضل عليا اني اتحسنت في حاجات كتير، فكنت عايز اخد رايك يا دكتور في حاجه. انا في ثانويه عامه وعندي مشكله في التوفيق ما بين لعب الشطرنج والمذاكره. قبل ما اكمل يا عبده، لو عندك مشكله بين التوفيق بين الاثنين طبعا اختار المذاكره، معلش يعني، تمام؟ لو في اي سنه تاني كنت هقول لك لا تمام العب شطرنج وعادي اقول لك، لكن في ثانويه عامه معلش خليك في المذاكره.
حتى لو هتسيب الشطرنج، تمام. يا عم الشطرنج ما تدوش اكتر من ساعه حتى في اليوم، تمام. فقبل ما اكمل، لو انت عندك مشكله في التوفيق بين الاثنين، ما تحاولش توفق بين الاثنين واختار المذاكره، تمام. ثانويه عامه دي سنه استثنائيه يا عبدو، تمام. نصيحه من اخوك يعني، تمام. طيب في الشطرنج والمذاكره، مش عارف، دايما بكون بذاكر بعدها افتح العب شطرنج، ويا ريت حتى شطرنج كويس لو بفكر او بدرس، لا بيكون بولت او بليدز حتى ما بستفدش. فهل عندك اي حل عملي للتوفيق بين الاثنين غير اني ابطل خالص؟ وشكرا يا دكتور. حلو. بص يا عبد، هقول لك على حاجه. لو انا كنت بلعب شطرنج في ثانويه عامه، بس للاسف انا زي ما قلت لك لسه بادئ من سنتين ولا حاجه، كنت هعملها. ايه هي الحاجه دي؟ بص معايا. خلي مكافاه المذاكره حل بازلز. ركز في الكلمه اللي قلت لك تاني، خلي مكافاه المذاكره حل بازلز. فانت بتضرب عصافير بحجر واحد. يعني انت ذاكرت نص ساعه، ذاكرت ساعه، ذاكرت ساعه ونص، وعاوز تاخد ريست، بدل ما تمسك الفون تقلب في السوشيال ميديا، حل 20 بازل من على موقع ليتشيس، حل مثلا من على موقع تشيس دوت كوم، تمام. اسمع فيديو من فيديوهات زود بيكر ميثود، طريقه نقار الخشب. اسمع فيديو من فيديوهات كتاب انسايكلوبيديا اوف تشيس، اللي هو عنوان كورس التكتيك في الشطرنج، في كورس اسمه تكتيك، ده مستوى عالي، تمام. اسمع فيديو من كورس الكالكوليشن، الحسابات بتاع جيكوب اجارد، تمام. كل دول يعتبروا حل بازلز. فيخلي اسمع فيديو من سلسله شطرنج في السريع، تمام. كل فيديو من دول ما يتخطاش النص ساعه بالكتير. فخلي مكافاه سيشن المذاكره بازلز، سواء انت تحلها او تسمع فيديو لحل بازلز، تمام. طب ايه الفايده؟ الفايده ان اول حاجه البليتز والبولت مش هيطورك، ده بالعكس هيخليك بيضغطك نفسيا اكتر لما انت تخسر ويأثر على مذاكرتك، تمام. الحاجه الثانيه ان الرابد ممكن ياخد وقت، وانت بتقول ان انت ما عندكش وقت عشان المذاكره، فانت تضرب عصفورين بحجر، ان انت بتحل بازلز، فالبازلز بتخليك تتطور، بيساعدك انك تزود الكالكوليشن عندك، ومع الوقت ما تلعبش خالص. يعني انت ممكن تقعد اسبوعين ثلاثه حتى ما تلعبش، حل بازلز بس. انا عارف بقول لك ايه، تمام. وما تهتمش قوي انك عاوز تبقى 2000 و2200 وانت في ثانويه عامه، لا، حل بازلز، العب على الرايق خالص. ولما تكون فاضي خالص كده العب لك جيم رابد. مش فاضي، فكك خالص خالص، اسمع فيديوهاتي مثلا، اسمع فيديوهات اكرم، اسمع فيديوهات دكتور نوفل، تمام. اسمع فيديوهات قسم تشيس، دانيال ناروتسكي لو تعرفهم، تمام. اسمع فيديو نص ساعه، فيديو ساعه بالكتير وخلاص. يبقى انت كل اللي تعمله دلوقتي انك تهتم بمذاكرتك دي في المقام الاول، وفي وقت الفراغ بتاعك حل بازلز، او اسمع فيديوهات حل بازلز، او اسمع فيديوهات تحليل ادوار لجراند ماسترز، تمام. بس لحد ما تخلص ثانويه عامه، بعد كده ان شاء الله نبقى نبدا فيز جديد، اتفقنا؟ ماشي يا عبدو. طيب خالد بيقول بغلط كتير في الافتتاحيات، دي اكبر نقطه ضعف عندي، تقييمي 1200، الفكره اني عارف اساسيات الافتتاح بس مش عارف الثيري للافتتاحيات، وده عامل لي مشكله. طب ما ديك عارف الحل بتاع المشكله يا خالد، طب ما تذاكر ثيري يعني، ما ديك عارف الحل بتاع المشكله، وده عامل لي مشكله. انت قلت ان مش احسن حاجه دراسه الافتتاحيه الا بعد مستوى 2000، لا ادرس، مالكش دعوه، ادرس، تمام. لو انت شايف ان دي المشكله اللي عندك في ضوء الاضعاف، ادرس. يعني انا بقول مش قصدي طبعا مش احسن حاجه مذاكره الافتتاحيات، لكن اقصد ان في جوانب تانية اهم قبل مستوى ال 2000، ودي مش نصيحتي انا، دي نصيحه جراند ماسترز يعني زي كابتن باسم امين، تمام. رشح ان حد 2000 2200 انت مش مهم قوي الافتتاحيات طالما انت بتاخد بوزيشن كويس من الافتتاح، تمام. لكن لو انت شايف انك مش بتاخد بوزيشن حلو من الافتتاح، فرشح لك حاجتين. الحاجه الاولى انك تثبت ريبرتوار معين، يعني عامل فيديو عندي على القناه اسمه ازاي تذاكر افتتاحيات، شرح ازاي تثبت ريبرتوار خاص بيك. يعني ايه ريبرتوار؟ يعني انا مثلا بلعب دي 4 نايت على السي 3 دايما، فانا المفروض التشكيله دي اكون جاهز للنايت على الاف 6، اكون جاهز للدي 5، اكون جاهز للسي 5، اكون جاهز للجي 6، اكون جاهز للبي 6. كل دول اذاكر لهم ثيري، وكل يوم اتعلم تفريع جديد، وهكذا. ولما اغلط ارجع للثيري اشوف والله دي النقل دي اخد بالي منها، وهكذا، تمام. فانت ثبت ريبرتوار يعني كده، رد شامل من افتتاح ثابت لكل الردود، انت فاهم قصدي؟ تمام. ده النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه في كتاب ارشحه لك، ثواني اوريه لك دلوقتي. اهو الكتاب ده كان عندي نيه اشرحه، بس مستني اخلص كورس ولا كورسين من اللي عندي، اسمه ماسترنج اوبننج استراتيجي. نفس الكاتب اللي هو يوهان هالستن صاحب كتاب ماسترنج تشيس استراتيجي اللي شارحين عندنا، اللي هو النظريه بتاعت ماسترنج تشيس استراتيجي، الكتاب اقصد بتاع ماسترنج تشيس استراتيجي، تمام. فكتاب ماسترنج اوبننج استراتيجي ده مش بيعلم افتتاح معين، ولكن بيعلمك ازاي تلعب افتتاح قوي. فلو انت حابب تقرا كتب فرشح لك الكتاب ده جدا. طيب السؤال اللي بعده من الراجل المحترم ده اللي حاطط صوره داني دوبوف، ده برضو من الناس الجميله اللي بتتابعنا، واي حد يا جماعه على فكره بيكتب لنا تعليقات دايما، بيعمل لنا لايكات، انا والله بحترمه جدا وبكون عارفه، يعني بعتبره صديقي، مش بعتبره بالفعل صديقي واخوي يعني، وبكون عارف الناس اللي هي بتتابعنا دايما يعني، تمام. فالراجل ده برضو من الناس المحترمه اللي بتتابعنا دايما يعني، تمام. السؤال بيقول انا عندي اكتر من سؤال يا دكتور، تفضل. اول سؤال، عاوز تتخصص ايه في طب؟ ده منك كملت تقريبا، او ايه رايك تخصص في امراض نفسيه وعصبيه؟ انا بالفعل ده التخصص اللي انا عايز اتخصصه، يعني انا مايل جدا لمجال النيورو ساينس،
يعني ده بحب جدا مجال النيورو ساينس والعقل البشري والحاجات دي انا بحبها جدا. فان شاء الله لو اخدت تخصص لكن بره مصر بقى ادعي لي ان شاء الله، فهيكون هو نيورو سيرجري او نيورو، يعني حاجه تخص النيورو ساينس باذن الله. يا دكتور هذا اعتبره طلب مش سؤال، اتمنى انك تنزل شورتات او ريلزات مثلا على تيك توك لكتاب برين هاكس تو بوست يور برين باور عشان مفيد جدا. حاضر ان شاء الله عيوني، هبقى ان شاء الله انزل اجزاء من الكتاب ده عندي على التيك توك، اعملوا فولو شباب على التيك توك عندي، وان شاء الله هبقى انزل من اجزاء من الكتاب ده. حاضر عيوني ان شاء الله. السؤال اللي بعده تتكرر للمره الخامسه او العاشره، هل ممكن انك تعمل رود ماب لكورساتك؟ وزي ما قلت انا رديت يا جماعه على السؤال ده، وان انا عامل عندي فيديو على القناه بيشرح الترتيب الكورسات حسب المستوى بتاعك. السؤال اللي بعده من ام بيقول هل تعتقد انك تسرعت لما انفصل؟ طب ليه الاسئله دي؟ ما احنا كنا شغالين نتكلم في الشطرنج والطب انا ما كنتش عايز اجاوب على الحاجات دي الصراحه، ولكن بما ان انا بقرا والله زي ما قلت لحضراتكم بقرا عشوائي بسرعه تمام، او يعني بقرا تلقائي قدامكم في الفيديو، فانا اجبرت ارد عليه يعني. هل تعتقد انك تسرعت لما انفصلت عن زوجتك؟ وان كان ممكن المشاكل تتحل زي ما قلت في فيديو ليكوا سوا، بان المشاكل الصعبه بتحصل في اول الجواز. أه مش حابب اتكلم في الموضوع ده الصراحه، مش عايز. مش عايز، لكن في الحقيقه مش انا اللي انفصلت يعني، فاهم؟ في الحقيقه اللي هو اللي حصل ان انا يعني حصلت مشكله عادي زي اي بين اي اتنين، مشكله عادي يا جماعه تمام. الطرف التاني زوجتي زعلت وراحت عند بيت اهلها، قلت خلاص تروق شويه تهدى وابقى اكلمها اصالحها، اتاسف لها ما عنديش مشاكل، خليني انا الطرف الاعقل، خليني الطرف الافضل، خليني انا الطرف الارزن. قلت خلاص حتى لو انا غلطت، حتى لو هي غلطت مش مهم مين غلط، انا هتاسف وهعتذر واحاول الم الدنيا. بعد ساعة ولا ساعتين من وهي مروحة ألاقي إن هي منزلة على الفيس اللي هو شالت صورتنا ومنزلة صورة كاتبة نو ماريج نو من جاست ساينس، لا يوجد جواز، لا يوجد رجالة أو لا رجالة، فقط العلوم. أنا ما شفتش الكلام ده أصلا يعني. أنا في صديق ليا اسمه محمد علي فتيت، صديق ليا يعني تمام. رن عليا قال لي ايه يا اسلام انتوا انفصلتوا؟ قلت له ايه يا عم انت بتقول ليه كده؟ اصل ما حدش كان يعرف تمام. ففتيت بيقول لي ده فلانه منزله على الفيس كذا كذا. قلت له بتهزر؟ قلت له طب خلاص هشوف الموضوع ده، ادخل اشوف فعلا منزل ده منزله دي. قالوا ما ينفعش كده، ليه؟ نحاول نلم الموضوع بيننا ما بين بعض، غلط كده، ولا حياه لمن تنادي. قلت خلاص يمكن هي متعصبه لحظه غضب. تاني يوم الاقي تنزل فيديو على تيك توك تقول اوعوا تثقوا في الرجاله، ده الراجل بيضحك عليكي ومش عارف ما يمضيش على قايمه ومش عارف ايه، وفيديو حرفيا كله كلام شتيمه فيا. الاقي ناس تدخل تشتم عندي عندها عليا انا في التعليقات عندها، وهي تعمل لايك تعمل لاف. ناس تدخل تشتمني في البرايفت، اطفال كلهم بنات اطفال مراهقات، وتشتم في اهلي. انا بقول ليه طيب ده كله؟ انا ما اتكلمتش خالص لحد دلوقتي، ما فتحتش بقي. ارن طب ازاي كده؟ غلط، امسحي، ما ينفعش، لو في حاجه مزعلاكي انا احلها، ولا حياه لمن تنادي. بعدها في بيوم او في نفس اليوم بالليل تقريبا تنزل فيديو كمان تتكلم عني وعن اهلي بشكل سيء. طيب هل انا ما اعطيتش فرصه والتانيه والتالته وانا في نيتي اصلا ان انا خلاص الم الموضوع ومحدش كان يعرف حاجه عن الموضوع، مشاكل زي بين اي اتنين، ولكن الموضوع يوصل لدرجه ان يتغلط فيا وفي اهلي ويتشتم ويطلع عليا كلام غلط ويطلع عليا كلام افتراء وكلام كذب. فعملت فيديو اللي هو الفيديو اللي نزلته عندي على القناه هنا، كان مجرد رد برد على الاتهامات اللي توجهت لي، توجه لي واحد اتنين تلاته، فانا حكيت للناس القصه بالتفصيل عشان ارد واوضح الاتهامات دي تمام. والفيديو ما كملش 10 دقايق عندي في القناه ومسحته تمام. ما كملش 10 دقايق ومسحته، الفيديو كان ساعه وحاجه تمام، بس انا كنت بشرح الموضوع بالتفصيل. فهل في الحاله دي انا اللي اسمي غلط يعني تمام؟ ورغم كده انا ما ردتش على باقي التهم اللي توجهت لي بعد كده، قلت اقفل الموضوع وخليك انت الطرف، يعني توجه لي صور متفيكه، توجه لي صور متفبركه، في بعض البنات بعت لها كلام متالف عني، بنات ما اعرفهمش اصلا اقسم بالله العظيم، ربنا حاسبني على هذا الحلفان، بيالفوا قصص عليا بس عشان فاهمين اللي هو البنات بيعملوا كده رابطه اسمها جيرل فور جيرلز، اللي هم البنات للبنات يعني، ويحاولوا يالفوا اي كلام ويطلعوا الطرف الثاني اللي هو الراجل دايما هو الشخص الشيطان، هو المظلوم، هو فاهمين الفكره. وانا خلاص سكت، التزمت الصمت، قلت خلاص سيب اللي يقول يقول، ربنا مع الوقت هيظهر حقيقة كل شخص. وانا سكت، ولا رديت ولا اتكلمت ولا عملت اي حاجة تاني، وسبت اللي يقول لي يقول بس.
لكن أنا والله ما أخدتش يعني أي رد فعل أكتر من اللي حصل ده. أنا مركّز حاليًا في الدراسة بتاعتي، مركّز في حياتي وقناة الشطرنج بتاعتي اللي الناس اللي بتتريق عليها شهرتها يعني، ولكن خلاص يعني ده كل الأمر في اللي حصل يعني تمام؟ بس يعني لكن أنا ما تسرّعتش، ده أنا كنت باحاول ألِم الموضوع مرّة و2 و3 والمكالمات والchat يشهدوا على ده، إني قبل ما أتكلّم وقبل ما أوضّح والّا قبل أعمل أي حاجة، حاولت مرّة و2 و3 و4 إن أنا ألِم الموضوع، طَب عيب، طَب نعمل حساب لأي حاجة حلوة كانت بيننا، وما كانش في أي استجابة للأسف يعني تمام، فخلاص يعني أنا هاعمل إيه؟ يعني ربنا يحاسبنا خلاص هو في الآخرة وربنا اللي عارف الظالم من المظلوم وربنا اللي عارف الحقيقة، وزي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى: "وكلٌ آتيه يوم القيامة فردًا." يوم القيامة فردًا تمام؟ بس الله المستعان. طيب السؤال اللي بعده من عمر بيقول talk about your hair care routine ما شاء الله it's elegant. قصدك قبل ما أحلق والّا بعد؟ لو بعد فأنا مش باعمل حاجة والله يعني تمام؟ يعني عندي بس قطرة كده اسمها كريلا دي بتمنع القشرة تمام؟ لو أنت عندك قشرة والّا حاجة دي قطرة فيها بيتاميثازون ومش عارف إيه. بتمنع القشرة، بتمنع الفطريات اللي هي بتعمل القشرة وبس، وباغسل شعري كل يومين أو 3 مش باغسله كل يوم لأن غلط أظن غسيله كل يوم لأنه بينشف الشعر، وباحط سيرم يعني ولا أي حاجة، ده بعد ما حلقت، لكن قبل ما أحلقه كنت لأ كنت باهتم بيه أوي الصراحة قبل ما أحلق، لكن ما فيش hair routine معين الصراحة يعني ده الshape الطبيعي بتاع شعري يعني، فشكرًا يا عمر يعني تسلم. طيب السؤال اللي بعده من O10 بيقول عندي سؤالين يا دكتور أتمنى ترد، اتفضل. إيه نصيحتك لحد عايز يبدأ محتوى شطرنجي في اليوتيوب؟ لا تفقد الأمل. تمام؟ يعني حتى لو ما حدش سمعك كمّل، حتى لو ما لقيتش غير 10 مشاهدات كمّل، أهم حاجة إن الconsistency الاستمرارية فقط، دي أهم نصيحة، والله لو حد قال لي النصيحة دي من زمان يعني فاهم، فلا تفقد الأمل، والحاجة التانية بقى يعني دي أهم نصيحة، الحاجة التانية إنك تأتي بحاجة جديدة، يعني التحليل شبعنا منه، ما في محللين كتير في الوطن العربي ومأدين الغرض وكفاية، الكورسات فأنت يعني الكورسات والحمد لله العبد لله، فأنت ممكن برضه تعمل كورسات لو عايز اللي هو تجيب كتب وكده، تمام، بس كده أنت هتنافسني تمام، تمام، فحاول يعني إيه، يعني تجيب حاجة جديدة كده يعني الأفخاخ والحاجات دي مش عارف، يعني لو أنت شايف إنك هتعرف تضيف حاجة جديدة تمام، لو شايف إنك مش هتعرف تضيف حاجة جديدة فمش عارف يعني الصراحة أنا دايمًا وجهة نظري إن لو حد يعني هيدخل في مجال معين لازم يتميز فيه ويضيف حاجة جديدة تمام؟ طيب وأهم حاجة زي ما قُلت لك هو الconsistency الاستمرارية. السؤال التاني شُفتك في فيديوهات وأنت بتلعب في chess.com وأنت بتحرك القطع كان بيظهر تأثير أزرق والخصم أحمر ودايمًا بيكون عندي أصفر، إزاي عملتها؟ هاقول لك إزاي عملتها، بُص معايا يا محترم، هتدخل على موقع chess.com تمام، وهتلاقي كده في علامة الترس دي شايفها؟ مش عارف أنت شايفها والّا لأ، ثواني أكبرها لك، في علامة اللي هو الcog wheel دي، اللي هو الترس دي تمام، هتدوس عليها كليك تمام، وتدخل على حاجة اسمها الboard تمام، شايف الشاشة والّا لأ؟ ثواني كده أكبرها لك، معذرةً ثواني أجيبها لك تاني كده، تمام أهو موقع chess.com عادي، تدخل على الcog wheel بس ده على الكمبيوتر أو الPC مش هتنفع من على الموبايل، وتدخل على board تمام، ومن piece animation تختار تدوس عليها هتلاقيها تقريبًا معمولة medium أو معمولة none تختار arcade تمام، دي اللي بتخلّي القطع تنوّر أحمر وأزرق صح كده؟ دي اللي بتخلّي أهو كده أزرق والخصم أحمر تمام، فدي اللي بتخلّي القطع أحمر وأزرق، بُص كده لو طفيت الarcade none أهو القطع اختفت ما بقتش تنوّر تمام، تعالَ هات تاني board piece animation arcade أهو بتنوّر أزرق وأحمر تمام، بس كده. السؤال اللي بعده أكثر كلمة أو عبارة أثّرت عليك في حياتك؟ أكثر كلمة أو عبارة أثّرت ليه يا جدعان الأسئلة اللي بتخلّي الواحد يفكّر في يoverthink دي؟ بُص، هو في حاجات كتير والله، يعني حاجات كتير، يعني بُص هو في كتاب كتبه في كتاب اسمه الخيميائي أو alchemist تمام، الكتاب ده كتبه مين اللهم صل على النبي كان اسمه باولو كويلو تقريبًا تمام، الكتاب ده قريته وكنت في سنة أولى طِب تقريبًا يعني من 4 سنين، أثّر في وجهة نظري للحياة تمام، يعني كمّله للآخر هتفهم الحياة بمنظور تاني خالص تمام، ده لو أنت في كتاب أنت حابب أرشّحه لك يعني. مع إن هو يبان الكتاب أهبل تحسّها قصة أطفال، لكن لأ المغزى ورا الكتاب مختلف تمامًا عن القصة الظاهرية الsuperficial يعني تمام؟ طيب لكن لو عاوز مقولة معيّنة، كان في مقولة قريتها زمان ومعلّقة معايا، كان في تقريبًا اللي هو البوستات اللي هي بتتكتب على الفيس دي عارف، ولكن هو أثّر معايا فعلًا يعني، اللي هو إيه كان في تقريبًا حاكم أو حاجة زي كده، قال لخادم عنده إن هو يعمل له خاتم لمّا يكون حزين يقرأه يفرح، ولمّا يكون فرحان يقرأه يحزن. تمام، كان في يعني حاجة شبه كده مش فاكر السياق بالضبط، تمام، فالخادم أو الشخص عمل له خاتم وكتب عليه مقولة مش فاكرها بالضبط ولكن معناها
اللي هو كل شيء فان، او كل شيء سينتهي، او كل شيء سيتغير، او لا شيء سيبقى كما هو. نفس المعنى ده، فاهم؟ فالجمله دي دايما بفتكرها، دايما لما اكون زعلان وكل الدنيا خلاص بايظه وكل حاجه، بفتكر ان خلاص كل حاجه بتعدي، اللي هو بالبلدي كل حاجه بتعدي. تمام، اللي مفيش حاجه بتفضل كما هي. اللي انت فيه دلوقتي بعد كام يوم، بعد كام شهر، بعد حتى كام سنه، ولا كانه موجود، هباء منثورا، خلاص مش موجود. تمام، الموقف كل ده فاهم؟ فالجمله دي وانا فرحان برضو، حتى الحاجه دي لما فعلا وانا فرحان بقراها، خلاص ايه يعني شويه الفرح دول ما هترجع لوضعك الطبيعي تاني. تمام. فالجمله دي فعلا الصراحه يعني حاسسها غيرت معايا في تفكيري جدا يعني. تمام. طيب السؤال اللي بعده ده سؤال مهم. ليه الاطفال متميزين جدا في الشطرنج؟ يعني ايه الفرق لما حد يبقى 12 سنه ولسه بادئ وحد عنده 4 او 5 سنين؟ ليه الاربع سنين في الغالب ممكن يبقى جراند ماستر بس اللي بدا متاخر شويه لا؟ هقول لك السؤال ده انا سالته فعلا لنفسي، وسالته لجراند ماستر كابتن ادهم فوزي، وقال لي اجابه محترمه جدا جدا. قال لي لان كل ما بتكبر في السن مسؤولياتك في الحياه بتزداد، فتفرغك لمذاكره الشطرنج ودراسته بتقل. يعني مثلا انت دلوقتي في ثانويه عامه او في ثانوي، بعد كده جامعه، بعد كده الحياه، بعد كده مش عارف ايه، هل انت متفرغ زي طفل عنده 5 سنين ولا 10 سنين؟ الاجابه لا. الطفل عنده 5 سنين او 10 سنين تقريبا حياته 24 ساعه شطرنج، لو هو بقى مجنون شطرنج. فمع الوقت سنه ورا الثانيه ورا الثالثه بيبقى جراند ماستر. تمام، لو هو مهتم وهو فعلا عنده برضه جزء من الموهبه. تمام. فده مش معناه ان انت طالما ما بداتش وانت كبير فانت مش هتبقى جراند ماستر، لا انا ضد الكلام ده. على فكره في جراند ماستر وبطل عالم سابق اسمه ديمر او دايمر تقريبا، او بلاك ديمر او حاجه زي كده. الراجل ده بدا يلعب شطرنج وهو عنده 23 سنه. تمام، وده جراند ماستر وليه افتتاح على اسمه. فهل ده معناه ان هو طالما ما بداش فهو طفل يبقى هو مش هيبقى جراند ماستر؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. فانا مش مؤمن الصراحه بالحته دي، مؤمن ان الموضوع هو اجتهاد ومذاكره، واللي بيفرق الطفل عن حد كبير هو موضوع الوقت والانشغال. هل انت متفرغ بالقدر الكافي زي الاطفال ولا لا؟ ده بالنسبه لي وجهه نظري في الموضوع، والله اعلم. السؤال اللي بعده، ليش حلقت شعرك؟ والله يا جماعه انا قلت قبل كده انا حلقت شعري لان خلاص انا خلصت يعني، او فاضل لي شهر في سنه 5، وان شاء الله بعد كده هبدا الامتياز، والامتياز دي فتره تدريب في المستشفى. تمام. فما ينفعش ادخل المستشفى مثلا وانا اتعامل مع عيانين، ادخل اوضه العمليات وشعر طويل، لان لما بلبس حاجه يا جماعه اسمها اوفر هيد، اللي هو اللي بيتلبس على الشعر عشان يمنع سقوط الشعر على المرضى اثناء العمليه وكده، عشان ما يعملش التهابات او انفكشن او عدوى. فما ينفعش طبعا تساقط الشعر ده على المرضى، فلازم احلق شعري عشان ما حدش يقول لي كلمه ملهاش لازمه يعني. تمام. وبالتالي انا حلقت شعري بس عشان يكون ايه، لايق مع الشغل المهني يعني، او لايق مع الشغل الطبي يعني في المستشفى، وما يكونش فيه اي عائق يعني او ياذي المرضى في حاجه يعني ان شاء الله. جبت كام يا دكتور اسلام في الثانويه العامه؟ جبت 99.2%، مجموع 406.5 من 410، يعني ناقص 3 درجات ونص في كل المواد. تمام، ده مجموع الثانويه عامه. السؤال اللي بعده من مينا بيقول ازاي بتتعامل مع استفزازات الخصم على الرقعه، خاصه في مباريات الرابط زي الخبط والرزع والرياكشن المختلف، عدم وضع بشكل مناسب. هقول لك يا مينا، انا بالفعل انا زي انا قلت لكم يا جماعه ان انا ما لعبتش بطولات خالص قبل كده على الارض الواقع. يمكن اول بطوله العبها هي بطوله بني مزار، وبالفعل كنت بلاعب واحد داخل كده بيلعب بطريقه سيئه جدا يعني. انا هبقى اتكلم عنها ان شاء الله في الجزء الثاني من تحليلات بطوله بني مزار. تمام. وداخل كده يا جدعان، بصوا لقيته حاطط كده مش عارف الطاقيه كده على شعره. تمام. ولابس لي نضاره سوداء وباصص لي كده لتحت، حتى بمد ايدي اسلم عليه عمل لي كده. طب ما تسلم عليا يا عم، ده حتى في روح رياضيه. تمام. وابدا بص يا جدعان، امسك كده اللي هو الرقعه، بلعب النقله الاولى، يروح يلعب يرمي القطعه كده ويضرب على الساعه. طب ايه يا عم، بالراحه احنا بنتخانق ولا ايه؟ انا مالك في ايه؟ تمام. وكمان بيلعب نقلات استفزازيه يعني لعب لي اي 3، بيشوب اي 2، كوين سي 2، كينج اف 2، بيعمل لي حاجات عبيطه كده. تمام. فالمهم اللي هو العب دب يخبط على الساعه لحد ما وصلنا لوضع تعادلي. تمام. مع ان انا كان عندي افضليه، بس احنا وصلنا لوضع تعادلي، انا مش مركز من اللي بيعمله. تمام. ويفضل يبص لي كده من تحت النضاره ويضرب ويرجع كده، يرجع كده بالكرسي يا جدعان، وبيعمل حركات غريبه. اقسم بالله انا اتروشت منه، والله العظيم اتروشت منه، اتخنقت منه. فكان معايا تقريبا يا جماعه مين، بدائين او 3 بيادق قصاد 3 بيادق وفيها متعاكسه، وال3 بيادق قافلين على بعض. فقلت له تعادل، عمل لي كده. في ايه يا عم، في انت تمام. رحت اتخنقت منه، سبت له الماتش وقمت. يا عم خد اكسب يا عم، شكرا. اقسم بالله ايه التصرفات دي، حاجه في قمه الاستفزاز والله العظيم يا جدعان. الكلام ده كان في بطوله المنيا اللي فاتت. فالناس دي يعني انا اول مره اتعامل صراحه، كنت فاكر الكلام ده قصص بنسمعها وخلاص، لكن طلعت الكلام ده حاجه حقيقيه في الواقع يعني. واخر سؤال معانا عشان الفيديو ما يبقاش طويل ويبقى اوفر يعني، ايه الفتره الزمنيه للشخص اللي مستواه 1500 حتى يوصل 2000 في الاونلاين؟ بص، هو من 1500 ل 2000 ده يمكن اصعب من 1000 ل 1500
يعني عشان توصل من 1500 ل2000 ده أصعب بكتير إنك توصل من 1000 ل1500. طب ليه؟ لأن الكيرف بتاع التطور في الشطرنج مش كيرف ثابت، يعني معدل التطور ما بيمشيش كده. امال ازاي؟ ده بيمشي كده وكده وبعد كده الكيرف بيبطأ بيبطأ بيبطأ، تمام؟ يعني معدل التطور بيقل كل ما بتزداد في المستوى، لان كل ما بتزداد في المستوى كل ما بتزداد 100 نقطه، انت محتاج تتعلم اكتر عشان تعرف تاخد ال 100 نقطه اللي بعدهم، تمام؟ فمقدار التعلم ومقدار التكتكس ومقدار المذاكره اللي انت عاوزها عشان توصل من 1500 ل 2000 يمكن 3 4 اضعاف اللي انت اتعلمته من 1000 ل 1500. ما تقولش دول 500 ودول 500 يبقى هوصلهم في نفس الفتره الزمنيه، لا، تمام؟ فلازم تكون مؤمن بحاجه زي كده. دي اول حاجه. تاني حاجه ان دي اجابه نسبيه، يعني دي بيعتمد على كل شخص، بيعتمد انت بتلعب قد ايه، بيعتمد انت بتذاكر قد ايه، بيعتمد انت بتسمع كورسات ولا لا، بيعتمد انت بتحلل ادوارك، بتحل تاكتكس. ففي عوامل كتير جدا بتحدد الوقت، فانا مش هقدر احدد الوقت ده، تمام؟ ولكن عاوز اقول لك ان في المتوسط ممكن مثلا سنه، من 1500 ل 2000 سنه في المتوسط، ممكن يوصلوا شهرين 3، يقعدوا 3 4 سنين، ده متوسط، تمام؟ ممكن اعرف حد وصل من 1500 ل 2000 في 4 سنين عشان يوصل 2000 عادي جدا، تمام؟ اعرف حد وصله في 3 4 شهور، تمام؟ بس خلي بالك ان الوصول السريع ده بيقولوا عليه في الشطرنج فولاتايل ريتنج، يعني تقييم متطاير، يعني ممكن فجأة توصل 2200 وبعد كده تنزل تلاقي نفسك نزلت تاني 1400. ازاي؟ بيقولوا عليه تقييم متطاير، يعني انت في حاجه كده في الشطرنج اسمها كده يا جماعه، تمام؟ اللي هو التقييم بتاعك مش واقعي. انت مثلا قعدت تركز وتذاكر افتتاحيات وبتاع وافخاخ، فانت خدت فتره مركز جامد، بعد كده العلم ده كله لان انت ما كنتش مذاكر اساسيات كويس، انت مجرد افخاخ عملتها ولا حاجه بدات تتعاقب عليها ومستواك بدا ينحدر مره تانية. فاللي عاوز اقوله لك انك ما تركزش انك هتوصل من 1500 ل 2000 في قد ايه، على قد ما انت تركز ان انت تذاكر، على قد ما انت تركز انك تحل بازل، تركز انك تحل تاكتكس، وزي ما قلت في بدايه الفيديو just trust the process، ثق في العملية، تمام؟ وبس ده الفيديو بتاعنا يا شباب النهارده، يعني مش حابب الفيديو يكون طويل اكتر من كده صراحه، وكان في شويه اسئله تاني ولكن تقريبا معظم الاسئله اللي فاضله هي اسئله متكرره، يعني لو حد انا ما جبتش على السؤال بتاعه فغالبا انا يعني شايف ان هو سؤال مكرر بنفس اجابه سؤال تاني سالته في الفيديو، تمام؟ زي ما قلت لحضراتكم انا بحب جدا نوعيه الفيديوهات دي وبستمتع بيها لان بحس ان انا قاعد مع اخواتي وبفضفض معاهم. فشكرا لحضرتك لو اتفرجت لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. لو عاوزين فيديوهات من النوعيه دي تاني مستني رايكم في التعليقات. شكرا ليكم يا اخواتي وشكرا ليكم جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله نوصل 100,000 في اقرب وقت عشان ننزل لكم كورس الصقلي، تمام؟ اتمنى ان شاء الله نوصل 100,000 في اقرب وقت. شكرا لحضرتك لو اتفرجت لحد هنا. كان معكم اخوكم اسلام حماده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.